والله ما في بيني وبينه غير كل خير يا باشا، حتى اساله. انت هتحور؟ بص بيخمسني. والله انا من التعويره مش من حاجه. انت هتحور تاني ولا لازم يعني تتضرب بالجزمه؟ مولانا ما تصغرنيش. ايوه اظبط كده يا سوسو. سوسو؟ ايش عرفه بسوسو ده؟ ايه مش عاجبك سوسو ولا اقول له على اسم حصه الالعاب؟ لا يا باشا سوسو حلوه قوي. رضا. خلاص احلف انك هتسيبهم في حالهم. هسيبهم في حالهم. احلف يا سحاوي. والله هسيبهم في حالهم. قلت ما في سرك. والله قلت. قلت ولا ما قلتش؟ تيك تو نقولها تاني. قولها بسرعه. والله هسيبهم في حالهم. سامحنا يا رب. صفينا مولانا. عشان اصفى انا ليا طلب واحد صغير. انت تؤمر. يعتذر لي سهله. ويبوس دماغي. اسهل. ويبوس ايدي. اسهل. ويبوس رجلي. لا رجله يا باشا، يعني ينفع ده برضه؟ طب ايه رايك بقى هتبوس ايده ورجله وعقله وقلبه وجرافطته؟ نبوس يا باشا. حاضر. ولا نرجع بقى اللي كان بيحصل في البريك في السكول؟ لا لا يا باشا ولا. هنا مفيش مسناد هتنفعك. مسناد بقت بتاعتي خلاص. هي بقت معاك؟ امر ربنا. قلت لك سوسو طيب. الله طيب يا باشا، بس انا شكلي بيظلمني. غور من وش يا سوسو. حاضر. غور. حاضر يا باشا، بالاذن يا باشا. خليكوا انت رجاله، والله انا عارف الطريق. مولانا مبسوط مني؟ مرضي ومبسوط. الاستفندي ده ريتاج بيفكرني باحلى ايام عمري. بيفكرني بشهر عسلنا. فاكر يا ريتاج لما كنت بقشر الاستفنديايه كده واجي عند عينك واقوم عامل كده واطلع اجري؟ ايه القرف ده يا سيد؟ ذكريات زباله. شهر عسلنا ذكريات زباله؟ شهر ده يوم واحد. يوم واحد بس قضيناه من اوله لاخره في دريم بارك. وانت متفشخر قوي ان قضيت شهر عسلك في دريم بارك. وهو كان دريم بارك بس؟ مش خدتك وطلعنا على كارفور بعديها؟ رحنا عشان كان في عرض على عيش الفينو. دي كانت اول مره في حياتي اشوف فيها الفينو. ايام قمه في الرومانسيه. فاكره اول حضن يا ريتاج؟ اول حضن حضنتهولك في لعبه دوامه الكايزر. قيصر؟ اسمه قيصر. وبعدين ايه رومانسيه ايه؟ انت حضنتني عشان كنت خايف من اللعبه وكنت هتعمل بيبي على نفسك. تصدقي فعلا انك زي القطط بتاكلي وتنكري؟ لا انا الحمد لله بصراحه. انا الشهر العسل بتاعي اتكلف 75 تذكره الدخول و12 جنيه عرض الفينو. لا والنبي. وال 15 جنيه اللي ركبت بيهم الصاروخ مش دول كانوا بره التذكره؟ انا اللي دافعاهم يا سيد على فكره. صح. فخر. ايه عملت ايه؟ السلام عليكم يا جدعان. مفيش، كل ده كنت قاعد مع الست والست مشغوله جدا يعني. ليه؟ الست مين؟ انت قابلت هيفا؟ امال الست ام كلثوم؟ طب هي عملت ايه؟ وافقت؟ انا كل ده كنت قاعد مع هيفا بنضحك ونهزر ونلعب سكره، عباره عن مكعب سكر كده. قالت لي انا عارفه ان انت اسم كبير يا كابتن فخر في الباسكت واسم كبير في الاخراج وانا يشرفني اشتغل معاك جدا، بس انا عندي مشكله، جدولي مليان. قلت لها جرى ايه يا هيفا؟ هتعمليهم عليا انا؟ هاتي الجدول ونرتبها مع بعض، انا مش جديد في السوق، ما هي بتتظبط يعني. جابت الجدول بصيت فيه بكيت. ليه يعني وراها ايه؟ لا 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 لا، البنت دي بتنتحر، دي خلاص بتخلص خلاص. ايوه جدولها فيه ايه يعني؟ عايزه تعرفي يعني؟ خدي عندك يوم السبت اليوم كله من اوله لاخره في الكوافير. من الصبح بالليل في الكوافير؟ ده شيء لا يتحمله بشر. انت بتتكلم في دي؟ يوم الحد اليوم كله من اوله لاخره بتجيب بناطيل جينز. يوم الاثنين اليوم كله من اوله لاخره بتجيب بلوزات جينز. يوم الثلاث اليوم كله بتجيب صنادل جينز. يا ساتر يا رب، ده اسبوع جينز. مفيش بني ادم يا ابني يقدر يتحمل اسبوع الجينز ده. خد عندك يوم الاربعاء يوم مرهق جدا، هتنام اليوم كله من اوله لاخره. طب ما هي هتنام، ايه الارهاق في كده يعني؟ لا ما هو اليوم مرهق من اوله فهي هتنام. حلوه قوي الحدوته اللي انت قلتها دي. نقول بقى الحقيقه؟ وانا باين ان انا بكذب قوي كده؟ الصراحه الصراحه ما انت مجاريني من اول الحدوته، دلوقتي الصراحه عشان كان نفسي يا فخر اللي بتقوله ده يطلع بجد. كنت بحلم انه يطلع بجد. على فكره يا معلم، انت لو بعت لنا مسج بس كنا جينا على طول، احنا اتفه من كده بكتير. انا عارف، بس انا بحب الخطف، بحب العب. العب يا معلم. فلوس فين يالا؟ فلوس زمانها جايه امتى؟ جايه بعد شويه. جايبه العاب وحاجات. هنهزر؟ انا خلقي ضيق.
يا معلم، ما انت لو توسع خلقك شويه احنا هنشرح لك احنا كنا ناويين نعمل ايه. جدو انا زهقت، ممكن امشي؟ اخرس يالا. طب معلش يا معلم، اديله بق دم بس. اخرس. طب امصصه في رقبتي شويه. اخرس. اتنيل كمل. احنا دلوقتي بننتج فيلم. الفيلم ده ممكن يجيب لنا فلوس كتير جدا، لان الفيلم ده بطولة هيفاء وهبي. ما تكملش. انت قلت بطولة مين؟ قلت بطولة هيفاء وهبي. هيفاء وهبي. هيفاء وهبي هيفاء وهبي بتاعتنا هي. حمادة، ادخل خد ستك في الضلمة، يمكن ربنا يخلصنا. الكلام اللي بيقوله ده صح يا هانم، ولا بيقول الكلام ده عشان عارفين ان هيفا دي الكراش بتاعي من ايام ما كنت في السجن؟ لا الكلام ده حقيقي، ده حتى لابس الروب بتاعها اهو. ده روب هيفاء. ايوه هو روب ربع هيفاء. يا الله. يا معلم ايه ده؟ لا اقعد ما تبقاش بخيل يا ابني. هحضرك بس اقعد. طب اقنعتوها ازاي تمثل معاكم؟ هقول لك، احنا مسكنا عليها زله. زله؟ احنا عرفنا نوع الرجاله اللي بتحبه هيفا. بتحب تقوم كروز؟ لا. طب بتحب العيال القمحويه كده زي براد بيت؟ لا برضه. تبقى بتحب العيال البيض زي ويل سميث؟ لا. امال بتحب مين؟ من الاخر كده يا معلم، هيفا بتحب الصلح. بتحب فخر؟ لا يا معلم، انا بشعر. ما تفهموه بقى يا جماعه عشان ما يخنقناش. امال ايه؟ بتحب الصلح زي احمد بدير وعمرو اديب. عمرو اديب؟ بتحب عمرو اديب كمذيع ولا كاعلامي؟ لا كجان. ليه؟ ايه؟ ليه يا هيفا ليه؟ ليه؟ معلش اهدى واحنا هنشرح لك. احنا مش لاحقين والله من ساعه ما خطفتنا، ده انا نزلت جات لك بالروب على طول. ما تقولش روح. لا بالراحه. معلم اقعد يا معلم، خلاص اهدى بس اهدى. اهدى. دلوقتي لازم نتصرف بسرعه يا اولاد. هنعمل ايه دلوقتي؟ بقينا هنعمل ايه؟ اشمعنى يعني دلوقتي متحمس قوي كده؟ معلش عشان الكراش. بما انك متحمس قوي كده، انا عندي فكره، بس انت لازم تساعدنا. وانا خدام. عندك يا خواجه. على جنب انت يا بنت بلدي يا قشطه، عشان الدم هيبقى للركب. حاضر. عندك يا خواجه، انت هنا مجرد سايح. هتعاكس بنت بلدي اديك بالجزمه، تحترمها اشيلك فوق قرعتي. ما انت لا مؤاخذه لو شلتني فوق قرعتك ما انا هتزحلق. ده انتوا بتحلووا بقى. انت بتضرب رجالتي يا بلاطه الكلب. طب انا هشطف لك البلاطه. فرجني. افور عشان تصدق. ايه القوه دي؟ انت جبت القوه دي كلها منين؟ كده حلو يا سيد. حلو بس ايه اللي انت لابسه ده؟ انا لابس شبه الامريكان زي ما قلت لي. لا انت كده لابس شبه المدفعجيه. وبعدين ايه الحلق ده؟ مش ده حلق ريتاج اللي اتسرق من يومين؟ لا، في فرده ضاعت وفرده انا سرقتها، ما تظلمنيش. تعال انا هديك في البلاطه. خد في البلاطه. جو تو هيل. سلام يا خواجه. قرعتي. اوه ماي جاد، طيرته. مش معقول، شو بطل. قرعتي بتنزف جامد قوي. يا الله انت متعور. مش مهم انا، المهم انت كويسه يا انسه. الا صحيح انت اسمك ايه؟ لك انا اسمي هيفا، شو ما عرفتني؟ واعرفك منين يعني؟ كنا مع بعض في المدرسه مثلا؟ يا ايه معك حق. قرعتي. طب بليز ليك نحن هون قراب، تعال معي على البيت عشان ننظف لك الجرح. لا مفيش داعي، اصل انا كل يوم بنزل اساعد الناس وقرعتي تتفتح واروح البيت عادي، مفيش داعي يعني. لا بشرفك، بليز خليني اعمل هالشي، انت كتير كنت منيح معي، بليز خلينا نروح نغير الجرح. دخلك انت شو اسمك؟ انا اسمي مو صلاح. مو صلاح؟ لا مو صلاح. يا الله
سمي اسمك على اسم القرعه، مش معقول، كتير كيوت. يا الله. خلص بليز، يلا نروح، يلا بليز. طيب ها، عملت ايه؟ عملت ايه في ايه؟ عملت ايه يا ابني مع هيفا عبيط؟ انت مالك بتنح كده ليه؟ انا مش متنح ولا حاجه، انا بس مبسوط، مبسوط قوي. طب ما تنطق، عملت ايه؟ هقابلها بالليل. ايه؟ هتقابلها ليه؟ عشان تغير لي على الجرح. جرح يا سيد، انت هتستعبط؟ دي راسك كلها كدب في كدب. اصبري بس يا ريتاج، هي هتغير لك على الجرح بس يا سيد. وهنتعشى سوا. يا ابن المحظوظة يا سيد، يا ريتني كنت أصلع زيك. لا لفولي كده وصحصحولي. عاشت ايه؟ انا مش موافقه على الكلام ده. خلاص يا ريتاش، براحتك، بس ما ترجعيش بقى تقولي لي الخطه باظت والسحاوي هيقتلنا. للأسف هو معاه حق يا ريتاج، ده مش بس يتعشى معاها، دي لازم كمان تحبه. تسلم ايدك بجد يا هيفا، الاكل تحفه. اهلا وسهلا فيك صحتين. لك وين راحت التلزيقه اللي كانت على راسك؟ تلزيقه؟ طب ركزي كده شويه، اقري. هذا اسمي هيفا. ما دريتش بنفسي غير وانا راشق السكينه في الجرح، ما شلتهاش غير وانا كاتب هيفا وبس. انا مش مصدقه بجد انك مش عارفني. الموضوع ده عجبني قوي على فكره. حاسه كده بحاجه اول مره احسها مع حد، انه في حد بيحبني عشاني انا، مش عشان انا مشهوره وخلاص. صحيح، شفت لك شويه اغاني على النت، مش بطاله على فكره، في شويه ناس بيحبوكي. هو انت ابتديتي غنى امتى؟ يا رب الاكل يقف في صورك يا سيد. انا ابتدى معايا. بقول لك ايه، ما تسيبك مني انا وكلمني عنك انت. يعني حياتك، بتشتغل ايه، اصلاعيت امتى؟ انا كمان يمكن حلم الصلع ابتدى معايا من بدري. يمكن اصلاعيت وانا عندي 3 سنين. 3 سنين؟ والله انت مش مصدقاني؟ بصي كده. يا حرام، بخوف. ايه؟ لا قصدي انه كتير مهضومه هلا يعني كتير حلو. اوكي لطيف. اما بقى بشتغل ايه يا ستي؟ فانا بشتغل جدع. شو هيدي جدع يعني؟ بشتغل جدع، يعني بنزل من بيتنا الصبح كده اساعد الناس، اللي عايز يغير كاوتشة عربيته اغيرها له، اللي عايزه تغير انبوبه اغيرها لها، اللي عايزه تغير لابنها غير له. وكل ده بقى يا ستي بلا مقابل. شو بلا مقابل يعني؟ امال بتاكل وتشرب ازاي؟ باكل واشرب ازاي؟ عمرك سالت نفسك سوبرمان، سبايدر مان، احمد السقا بياكلوا ويشربوا منين؟ اي والله معاك حق، بس انت مش مشهور زيهم صح؟ هو ده اللي عاجبني فيكي، انك مش باصه لشهرتي، مشدوده لشخصيتي بس. هيفا، انا اشهر من كل دول. هقول لك حاجه، عارفه الولد اللي هو بتاع ليفربول ده اسمه مو صلاح؟ مو صلاح. بعقد، انا كتير بحبه. مش ملاحظه ان في تشابه اسامي؟ يعني انا مو صلاح وهو مو صلاح. هو اخد اسمي عشان ياكل عيش، قال يعني بقى لما يقول ايه مو صلاح مش هعرفه انا. سيبته غلبان برضه، يعني ابننا. ايه ده؟ المزيكا دي انا بموت فيها، بسمعها على طول في الاوبر. اوبرا؟ لا في الاوبر، يعني حتى وانا لسه جاي لك بالاوبر كنت بسمعها. تسمحي لي بالرقصه دي؟ اكيد. بس انا خايفه. خايفه ليه؟ جوزك جه؟ طب تخبيني. شو جوزة؟ تعال هم من مجوزه. امال ايه طيب؟ تعال. نقصتني. امال خايفه من ايه؟ خايفه تكون مش حاسسني زي ما انا حاسالك. انا حاسس اكتر ما انت حاسه، بس الصراحه يعني يا هيفا انا عندي اعتراف. شو؟ انا راجل شرقي وما اقبلش خالص ان مراتي تبقى مغنيه او ممثله.
طب خلاص بترك الفن وبتجوزك. عشان روحك الحلوه دي انا هسيبك تكملي، وهقعد انا في البيت وتصرفي عليا. إيه لا حبيبي، احنا معانا نسوان تصرف على الرجاله. ماشي، ربنا يعيننا. تاكلي بكام يعني في الشهر؟ شوفوا قدر. انا تعمل فيا كده؟ انا ريتاش. ايه اللي انت هببته ده يالا يا سيد؟ حد يعمل اللي انت عملته ده؟ ما انا اعمل ايه بس يا فخر؟ ما برضه دي هيفاء وهبي، ده انا كانت فتاه احلامي بدريه طلبه، جات لي هيفاء وهبي اتجننت. بعدين يا اخي غلطت، كل الناس بتغلط، ايه هتعلقوا لي مشانق؟ يا عم مش هنعلق لك المشنقه، بس انت غشيم. حد يبقى هيتجوز هيفاء وهبي ويخلي مراته تقفشه؟ طب كنت قول لي، كنت خلعتك منها وطلعتك زي الشعره من العجين. يلا معلش، انا حاسس ان ربنا ان شاء الله هيديني فرصه تانية، ان شاء الله اعجز واصلح واظهر في حياتها من تاني. يا رب اصلح يا رب، يا رب اصلح يا رب يا رب. اصبر بقى عشان مراتك نازله، تعالى يلا عشان تصلحها. بعد كل اللي عملته فيا؟ يا سلام، ما انت كنت هتتجوز عليها، عندها حق يعني. ماشي. تعالى. يا ريتاج رايحه فين؟ ريتاج ارجوكي ما تصعبيش الموقف اكتر من كده، خلاص بقى. رايحه البيت وعلى الله تيجي، ومن النهارده تشوف لك حته تبات فيها. يا ريتاج بقى خلاص بقى، سامحيني يا حبيبتي. وبعدين انت هزقتيني قدام كل الناس وضربتيني بالجزمه على دماغي كمان، عايزه ايه تاني؟ لا مش كفايه. يا حبيبتي ما تضيعيش بيتنا، ما تضيعيش كل اللي حصل بينا، ما تضيعيش الذكريات عشان خاطري. قولنا حاجه النبي. خلاص بقى يا ريتاج، الطيب احسن وبلاش نعاند بعضنا. خلاص بقى يا ريتاج، وبعدين الواد يعني ده عبيط، ده العبيط. لعلمك ريتاج طيبه هتسمع كلامنا، هي طيبه بس فوفه اطيب. ايه؟ فوفه دي فردوس عبد الحميد. دي امنا كلنا. في حد اطيب منها؟ مفيش حد خالص. خلاص بقى يا ريتاج بقى، ده العبيط، انه العبيط. سامحي بقى، بص بتضحك ازاي، والله بتضحك، ايه والله بتضحك. خلاص هتصالحك يا سيد. خلاص يا فخر عشانك المره دي والله. ماشي يا ستي وانا موافق، بس بشرط تاخدوا بعض وتروحوا البيت تتعشى عشاء رومانسي. ماشي يلا يا سيد على البيت. لا بيت ايه؟ اصل في معلومه صغيره كده انتوا ما تعرفوش عنها حاجه، مفيش بيت خلاص. هو ايه اللي مفيش بيت؟ امال البيت راح فين؟ فاكره عم برسوم صاحب البيت اللي كان بيهزقني في الطلعه والنازله؟ فاكراه. هو كان عارض عليا خلو ورجل واسيب له البيت ويديني فلوس، فانا بصراحه خدت الفلوس وعملت له التنازل خلاص، فمش هينفع نروح. وخدت الفلوس عملت بيها ايه يا سيد؟ بعطرت الفلوس يا سيد؟ لا يا ريتاج ما بعطرتهاش، ما تصبري بقى شويه اشرح لك. انا اخدت الفلوس دي وجبت لهيفا هديه عربيه في عيد ميلادها، وبعدين حاولت ارجع العربيه قالت لي لا خلاص انا شغلتها اوبر. يا نهارك اسود، بعت بتجدي يا اخي. خلاص يا ريتاج، خلاص ايه يا انت غبي. خلاص يا ريتاج، خلاص. انا صاحب النادي اهو، بقول لك هتقعدوا معايا في النادي. ها قفلتها لك، وانا بديك الساعه لما تقعدوا معايا وانا موافق، بس بشرط تاخدوا بعض وتروحوا البيت تتعشى عشاء رومانسي. ماشي يلا يا سيد على البيت. لا بيت ايه؟ اصل في معلومه صغيره كده انتوا ما تعرفوش عنها حاجه، مفيش بيت خلاص. هو ايه اللي مفيش بيت؟ امال البيت راح فين؟ فاكره عم برسوم صاحب البيت اللي كان بيهزقني في الطلعه والنازله؟ فاكراه. هو كان عارض عليا خلو ورجل واسيب له البيت ويديني فلوس، فانا بصراحه خدت الفلوس وعملت له التنازل خلاص، فمش هينفع نروح. وخدت الفلوس عملت بيها ايه يا سيد؟ بعطرت الفلوس يا سيد؟ لا يا ريتاج ما بعطرتهاش، ما تصبري بقى شويه اشرح لك. انا اخدت الفلوس دي وجبت لهيفا هديه عربيه في عيد ميلادها، وبعدين حاولت ارجع العربيه قالت لي لا خلاص انا شغلتها اوبر. يا نهارك اسود، بعت بتجدي يا اخي. خلاص يا ريتاج، خلاص ايه يا انت غبي. خلاص يا ريتاج، خلاص. انا صاحب النادي اهو، بقول لك هتقعدوا معايا في النادي. ها قفلتها لك، وانا بديك الساعه لما تقعدوا معايا. وبعدين يا اختي انت بتقولي تقعدي في نادي 5 نجوم. ايوه صح، نقعد مع فخر في النادي. هنقعد فين في النادي؟ في اي حته انت مصره يعني تعقربيها. نقفل حلبة الملاكمه دي ونعمل اوضه نوم لطيفه ظريفه، ننام في الركن الاحمر في الازرق براحتنا. طبعا. هتنيم مراتك في حلبة ملاكمة؟ بلاش يا ستي حلبة الملاكمه، عندك الجيم اهو، نقفله ونعمل اوضه نوم برضو لطيفه. عايزه تنامي على كنبه البنش، على مكنه الظهر، زي ما انت عايزه. ايوه بقى، وتجيبوا لي حته عيل في النادي هنا صغير اقعد العب بيه واقول له يا اويا يا اويا، ويشوفني يقول عمو فخر اهو، انزل بسين يقول عمو فخر نزل البسين، اطلع يقول عمو فخر بينشف. يا فرحوني يا ولاد اللذينه، نفسي في حته عيل افرح بيه. بعدين يا عبيطه، احنا معانا فيلم بطوله هيفاء وهبي، يعني ده هيتباع مش اقل 2-3 مليون دولار. انسي بقى يا ريتاج، انسي بقى وامسحي كل اللي فات. ما انا فعلا مسحته،
مساحتي ايه؟ مساحه الفيلم. انهي فيلم؟ هو في مليون فيلم، هو الفيلم اللي صورناه. ده انت نهار ابوك. يا فخر لو سمحت ما تكلمش مراتي بالطريقه دي، طول ما انا عايش ما تكلمش على حق اخويا. كمل كلامك. تعالي هنا يا بت. ايه ده بس يا استاذ فخر، انا ما كنتش عايزه اي صوره تجمع سيد بهيفاء وهبي تاني، وبعدين كنت عايزه امسح الميموريز دي من دماغي خلاص. انت اتجننت يا فخر؟ بتضرب مراتي بالقفا؟ واديكم بالجزمه كمان، ده انا حرامي يالا. انتوا فاكريني محترم وبقول لكم اقسم بالله ولا يخص على الزمن. يا كابتن يا كابتن هتعوروا بعض. الزمن اللي يخلي الاخ يغسل عربيه اخوه الكبير وقال ايه؟ اعمل بلقمتك. ماشي. الشاي يا اسطى سيد. اسطى متشكرين يا مدام. حطيتي لي سكر؟ 2.5 معلقة. متشكرين. الصينية. اتفضلي وانا هاكلها. ايه ده؟ الريموت ده شكله غريب قوي. ها؟ ايه ده؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ كمان؟ لا الشاي يا اسطى سيد. الشاي؟ هو انت مش جبتي لي الشاي من شويه؟ انا لسه جايه سلامة عقلك. طيب حطيتي لي سكر؟ 2.5 معلقة. طيب متشكر جدا. الصينية. كنت متأكد. يا نهار اسود. ايه ده؟ نجرب تاني. ها؟ ايه ده؟ انا ايه اللي بيحصل لي ده؟ يا نهار اسود. يا نهار اسود. اكيد هو ده. الشاي يا اسطى سيد. شكرا. حطيتي لي سكر؟ 2.5 معلقة. طيب متشكر. الصينية طبعا. طب بقول لك ايه، معلش معلش يا وفاء، ممكن اجرب بس حاجه كده وما تزعليش مني؟ خير يا اسطى سيد. غوري من وشي دلوقتي حالا بدل ما اديكي بالجزمه. انت اتجننت يا راجل انت؟ لا ما يغركش، ده انا ممكن الشاي يا اسطى سيد. هو انت مش زعلانه مني يا وفاء؟ ليه يا اسطى سيد؟ يعني عشان شتمتك وكده. وانت عمرك شتمتني؟ ده انت عمر ما طلعت منك اللعيبه وراجل سكره مش زي كابتن فخر. يعني انا عمري ما شتمتك؟ ابدا يا اسطى سيد. متشكر قوي يا وفاء. خدي الصينيه خليها معاكي. فخر صورني مع الهرم عشان الكاميرا الاماميه بايظه. اصبر يا سيد. ماشي. يا فخر صورني مع الهرم عشان الكاميرا الاماميه بايظه. اصبر طب يا سيد. ماشي. يا عم انت هتخسر ايه؟ ما تصورني مع الهرم يا عم قبل ما الاتوبيس يجي. سيد تعال. ممكن تبقى على مستوى الحدث؟ احنا جايين هنا يا سيد عشان نخطف، مش جايين نتفسح. ليك عليا يا سيدي بعد ما نخلص المهمه دي اصورك مع ال3 اهرامات اللي قاعدين في الميكروباص، تمام؟ ماشي. اصل المكان هنا تاريخي قوي وجميل يا فخر. شوف يا اخي سبحان الله الزرافه قاعده ازاي. ده جمل. لا يالا مش بتكلم على الجمل، انا بتكلم على الزرافه اللي قاعده هناك دي. ايوه ما هي اللي قاعده هناك دي، اللي قاعد ده جمل. يا راجل طب هو بيمشي ازاي وما عندوش رجلين؟ اصل من بطنه للارض على طول. هو الجمل ده مش زواحف زي التعبان والارنب كده؟ تعالى يا سيد، ده اللي اتفقنا عليه. انا مش لسه من ثانيه قايل لك نبقى على مستوى الحدث؟ والا اقسم بالله هدفنك هنا. خلاص يا فخر خلاص. اقف عشان الاتوبيس جاي. اقف.
يلا رجاله. بقول لك ايه؟ عمر يا ريس. الثلاث رجاله دول هم اللي عليهم الكلام. تمام يا ريس. سبحان الله. ايه جامدين صح؟ ده احنا ليلتنا عنب. ليلتك ايه؟ ده انت هتبقى ليلتك طين دلوقتي. انت جاي هنا عشان تخطف الرجاله دول، الحريم دي بتوعنا احنا يا حبيبي. هخطف واحده بس. تخطف واحده؟ تمام، وانا هكلم السحاوي نشوف بقى لما السحاوي يعرف هيعمل فيك ايه. خلاص انت بزق دي ما تزقش. اتفضل يا بيه، اتفضل على شغلك. يلا رجاله. يلا. انتوا بتعملوا ايه؟ احنا كنا بننضف الازاز. بتنضف الازاز بوشك يا سيد؟ ايوه، زي السمكه اللي بتبقى في حوض السمك بتنضف الحوض من جوه بوشها، احنا بقى بننضف الازاز بوشنا. وعامله لي بنت ناس قوي وهاي كلاس قوي. وانت مش عارفه السمكه اللي بتنضف الازاز ولا عمرك ربيتيها؟ لا ربيت سمك وهربيكوا انتوا الاثنين. تعالى بقى. حاضر حاضر. اترزع هنا. ماشي راح. ايه؟ ايه في ايه؟ بنضف الكرسي. عمرك ما شفتي سمكه بتنضف الكرسي؟ طيب انا دقيقه وراجع. ايه راح فين؟ راح الحمام. طب انا جايه معاك. تيجي معايا تعملي ايه؟ طب هتكل انا. راح فين انت كمان؟ راح الحمام اعمل تليفون. غور انت مش مهم. انا قلبي متوغوش قوي يا ريتاج من التليفون اللي هيجيلك دلوقتي. تليفون ايه؟ ده هتشوفي. ايه الصداع ده؟ ما تردي على تليفونك يا ريتاج. يا سيد ما بيرنش. حطيه على ودنك بس وانت هتسمعي. ايه؟ حطيه على ودنك وانت هتسمعي. الو. ايه ده؟ رد. شفتي؟ الاستاذه باتيناج معايا. بتناج ايه؟ ريتاج. معلش الاسم مش واضح قدامي. مش دي المشكله. المشكله ان مامي عملت حادثه بالعربيه واتقسمت نصين. ايه؟ ماما اتقسمت نصين؟ لا مؤاخذه، العربيه هي اللي اتقسمت نصين، انما ماما اتقسمت 3/4. لا مؤاخذه، وشويه جروح سطحيه خفيفه كده، راسها طار. ماما راسها طارت؟ لا بس انا شقطتها بسرعه ورديتها لها، ما تقلقيش عليها. طب هي عامله ايه دلوقتي؟ ادعي لها، ادعي لها استاذه باتيناج. امك حالتها خطر قوي، دي بين الدش والحوض. طب هي فين دلوقتي؟ في مستشفى ابو النمرس العام. ايه؟ الو في ابو النمرس العام. هتسيب النمرس وتسالي على ابوه وتخشي اول شمال ايه ده؟ هو الراجل ليه بيزمر ببقه؟ لا ده الخط قطع. مش الخط قطع برضو؟ ايوه السكه قطعت. يا نهار اسود. يا نهار اسود يا سيد. ايه يا ريتاج طمنيني، فخر قال لك ايه؟ فخر؟ الراجل بتاع ابو النمرس قال لك ايه؟ بيقول لي ماما عملت حادثه ودوها المستشفى. طب ايه البرود اللي انت فيه ده يا ريتاج؟ ما تروحي تشوفيها. انت ما تقدرش تيجي معايا؟ لا انا اجي معاكي ليه؟ هي مامتي ولا مامتك؟ وبعدين انا ما اقدرش اسيب فخر لوحده هنا، ممكن يعمل كارثه. انت بتعرف تتكلم لبناني؟ مش إلك دعوه، الله الوكيل ازعل مني. ها، لبناني ولا مش لبناني؟ ده شرقاوي. انت عايز تشترك في الحوار وخلاص؟ انا اعرف واحد شغال عند ابو رامز وبيتكلموا كلهم كده في المحل. مين؟ مسعد؟ ايه ده؟ ايوه مسعد ابن خالتي. انت تعرفه منين؟ ما هو ابن خالتك يبقى ابن خالتي برضه يا فخر، وخالتك مش شرقيه يبقى احنا كلنا من الشرقيه، واحنا بنتكلم شرقاوي كده. وبعدين يا بهيم ابو رامز ده اصلا سوري. ايوه صح، عندك حق. بعيدا عن اللبناني، هنجيب منين دلوقتي فرقه تكسب؟ ايه ده؟ انت اتجننتي يا ريتاج؟ انت واقفه في فخر الشحات افسي، يعني اقوى فرقه باسكت نسائيه في الشرق الاوسط. هم دول الفرقه يا فخر؟ سيبك من الفرقه، هما دول اللبنانيات؟ انتوا هتقطموني من اول المشوار؟ الفرقه دي تربيه ايدي، يعني روح قتاليه وتحمل مسؤوليه. اجمع كشافه
يلا يلا يا بنات. ياه وحشتوني يا بنات. ما احنا لو كنا وحشينك بجد كنت سألت يا مسيو فخر. يا سلام، ما انت اللي بتغيري رقمك كل نص ساعة. الله، مش انت اللي معلمني ازاي اهرب من المان تو مان؟ احب اعرفكم باعضاء مجلس الاداره الجدد. اخويا مستر سيد الشحات ومراته مسيو ريتاج الشحات. يا اهلا وسهلا. اعرفكم بقى بالفرقه. ايه ده؟ انت مين يا ماما؟ انا بنت سناء اللي بتنضف لك النادي يا كابتن، والنبي يا كابتن خدني معاك يا كابتن عشان خاطر يا كابتن. ماشي ماشي. انتوا قعدتني المره اللي فاتت عشان خاطر خلاص خلاص والنبي يا ماشي كابتن عشان خاطر مره واحده بس. عشان خاطر يا كابتن. اصبري اعرفهم على الفرقه وبعدين اشوف اخدك ولا لا. الحاجه سمر القسطه الكبيره، يعني عنصر الخبره في قلب الفرقه. ودي فيها نفس تلعب يا فخر. دي احسن واحده تستلم تحت ضغط. حاجه سمر طمن عليها اشوف فيها نبض ولا لا. الحمد لله. ما تقلعيش الماسك يا حاج. سناء كابتن والنبي يا كابتن هتاخدنا يا كابتن عشان خاطر يا كابتن. ثواني يا ماما لسه ما اخترتش. طب عشان خاطر يا كابتن ما تحركيش من خدني، انتوا قعدتني المره الطابور، ما اللي فاتت. تحركيش من والله يا الطابور. كابتن مش اتفضلي يلا روحي اقفي مكانك. سناء صخرة الدفاع. دي نفسه بتردع يا ابني، انت مجنون. ما انا اخترتها عشان كده. مين اللي يسهر جنبي الليل؟ مين اللي باله معايا طويل؟ ام العيال العشريه. وعشان انا اخترتها رمز في الوفاء والانتماء للنادي. رفضت تولد في مستشفى، عشان كده لما جت تولد فضت لها البسين اللي بره ده ومليته ميه سخنه، نطت عملت ستارت طلعت بالطفل. على فكره الحمل اللي انت منزلها دي خطر جدا تلعب بالشكل ده. خطر تلعب بالشكل ده؟ ما وليد سليمان لعب ماتش الترجي وهو بالشكل ده. لعب ماتش الترجي وهو حامل؟ لا وهو متحامل على نفسه على الاصابه بتاعته. يا جماعه احنا ازمتنا ازمه ثقه، نديهم الثقه هيدونا اللي احنا عايزينه. الحمل اللي مش عاجباك دي يا بيه اقسم بالله بتعمل صينيه بطاطس بالفراخ ما هتاكلها في حته. مهم نعوض نلم ونعوض العوض على الله. ايه يا بطه؟ في ايه؟ بتزيلي الدنيا كده. بطه اظبطي نفسك، ايدك بتترعش على الكوره. بقول لك ابعد عني. بعيد. ايه يا بطه يا حنش؟ نسيتي نفسك ولا ايه؟ اوريك نسيت نفسي ولا ايه؟ انت مين انت؟ يا بطه انت مش عارفه انت بتكلمني مين؟ انت مين؟ انا المدرب يا بطه. مدرب يا وشك فر علينا اقعد. طب خلاص يا وطه، تعالي اقعدي ريحي وانا هنزل مكاني. لا يا حبيبتي ما عندناش بلا تنزل بالليل. طب نحب نغير لك الشبشب ده بجزمه عشان تعرفي تلعبي كويس؟ هو الشبشب تعبك في حاجه؟ لا العفو يا بطه خلاص. في ايه بالظبط؟ خلاص اتفضلي انزلي. هتقعدي تتريق علينا. خلاص اتفضلي يا انزلي. بطه خلاص على الله التساهيل. يلا يا بطه. يلا بلا سناء دفع بلا سناء بس يا بلا سناء يلا بلا سناء. عايشه بلا وفاء يلا بلا وفاء بس يا بلا وفاء يلا هات يا بلا وفاء. ايوه بلا روكا يلا بلا روكا هات يا بلا روكا يلا باصي. البت دي زنانه مسمار، كرهتني في الاطفال. لا يا جماعه والله دي مش زنانه خالص. امال ايه اللي خلاك تجيبها؟ قعدت تزن عليا قرفة اهلي. بلا روكا والنبي يا بلا روكا امسكها مره. اقعدوا بقى كده. بك يا روكا امشي عدل وبطلي مياع. طب عايزه طب امسكها طب. ايوه طب بطه طب عشان خاطر طب اديها لي طب. لا الفلوس راحت علينا خلاص. يا رب صحيح ما يكونش فاتح التلفزيون بيتفرج على الماتش. انا عايزه افهم ايه اللي انتوا هببتوه ده. ايه واحنا لعبنا وحش؟ زفت. دلوقتي مش قدامنا حل غير ان احنا نظبط الحكم. ايوه بس احنا ازاي هنظبط الحكم؟ احنا معناش فلوس. معناش فلوس بس معانا روكا. بنت يا روكا مش فخر. تعالي عايزك في حوار. معلش يا روكا انا هضغط عليكي. انا عايزك ترجعي لشغلانتك القديمه. لا، حد الله ما بيني وما بينها. انا تبت خلاص. انا مش هرجع امسح سلالم وانضف بيوت تاني ابدا. يا بنت افهمي، انا بتكلم بعد ما البيت يتنضف. مش وقت يا مسيو فخر. ايه مادي بقى.
روكا، انت هتقدمي خدمه جليله للفرقه. مايا، لارا، مايا، لارا، مايا، لارا. Next time technical foul. سوري. يلا فريدو فريدو. ايه شو هذا؟ شوفي شو متقصدني ليه؟ شو حلو مالك حبيبي؟ شو حلو؟ ايه في ايه مالك؟ ترى ايه يا اختي مالك؟ ما تسيبي الراجل يشوف شغله. الله 200 وحياة. لا مؤاخذة يا باشا، مؤاخذة؟ انت شكلك كده حكم محترم. ميرسي. برافو يا فخر، اديها في دماغها، اديها في دماغها هي واللي جنبها. عينك دي ولا لينسس؟ ايه؟ عدسة لصيقة يعني. طبيعي. يعني سواد ده رباني. حكم. النبي قبل سيد امسكها بس، قبل سيد عايزه المسك الكوره قبل سيد. لا. يا عم روميو. مايا صوتني بسرعة يا فخر. الله يخليهم دي الحاجات الحلوة دي عشان دهب. دي ده دهب. والنبي واحده شكري الهي يكرمك. يلا بقى ناخد صورة. سيد، هو الشيك كبير كده ليه؟ عشان المبلغ كبير يا ريتاج. الشيك الصغير بتاع البنك ده ما يكفيش المبلغ. باشا ما سيبك من الشيك والكاس، احنا عاوزين الكاش. ايه احنا عايزينهم صاحيين وبيلعلتوا. عايزينهم كاش؟ وانتم ما تعرفوش ولا ايه؟ ايه؟ الجايزة دي معمولة عشان يتبرع بيها لجمعية المرأة الأفرو آسيوية. المرأة الأفرو آسيوية؟ هو في حاجة اسمها المرأة الأفرو آسيوية؟ طبعا. يعني المرأة الأفرو آسيوية دي غير المرأة العادية؟ طب أكيد ما فيش حاجة اسمها كده. لا في يا سيد، في. هتخرب بيتنا، هنقول ايه للصحاوي؟ صحيح، هنقول ايه للصحاوي؟ انت فين يا احلى حاجه حصلت لي في حياتي؟ ايه؟ ايه؟ بحبك، نفسي احضنك وابوسك والف بيك العالم كله. بحبك بحبك بحبك. ايوه بقى يا سيد، دلعني دلع. انت مالك مبسوط كده ليه؟ النهارده احلى يوم في حياتي يا ريتاش. خلاص مفيش خوف تاني، مفيش سحاوي. احنا هنهاجر بكره الصبح. انت عبيط يا سيد؟ انت ازاي تاخد خطوه زي كده من غير ما تقول لي؟ وبعدين هنهاجر بكره الصبح ازاي؟ هي مش الهجره دي بتبقى محتاجه ورق ومقابلات لا يا ستي، الهجره اللي احنا هنهاجرها دي لا محتاجه وقت ولا ورق ولا مقابلات. احلف. امال محتاجه ايه؟
اشرف الحلاق. اشرف الحلاق؟ اشرف الحلاق عامل لي برنامج هجره لذيذ جدا جدا جدا. ثانيه واحده، اشرف الحلاق ده صاحب شركه السياحه ولا اشرف الحلاق اللي بيحلق لك؟ لا يا بنت، اشرف الحلاق بتاعي. اللي عامل لك الفورمه الجميله دي؟ ايوه. كمل يا سيد. اشرف بقى قال لي تاخدوا هدومكم وبطاطينكم وتطلعوا بكره الصبح على مرسى مطروح، ومن مرسى مطروح على السلوم، من السلوم بقى هنمشي يوم ونص لحد ما نوصل ليبيا، من ليبيا هناخد جمل لحد مصراته، من مصراته بقى هناخد مركب صيد تنزلنا في وسط البحر الابيض المتوسط، من هناك نعوم بقى لاي حته في يوروب، اسبانيا، ايطاليا، بلغاريا، تنزانيا، استراليا، اي حته انت عايزاها يا ريتاش. هو كل ده عشان نركب مركب؟ طب ما نركب مركب من ابو قير هنا. تصدق عندك حق يا ابن الذين يا اشرف، عايز يعمل عليا مصلحه. خلاص احنا ناخد جمل من هنا لابو قير، ومن هناك ناخد مركب. طب ليه جمل؟ ما نركب ميكروباص من هنا لحد ابو قير. صح برضه، يبقى ناخد الجمل من هنا لحد الموقف، ومن الموقف ناخد ميكروباص لحد ابو قير. هو انت ليه مثبت في الجمل؟ من الاخر كده يا ريتاج، انا هركب الجمل يعني هركبه، انا مأجره ب 3000 جنيه واقف مستنيني تحت. انت دفعت 3000 جنيه للراجل صاحب الجمل؟ لا دفعتهم للجمل نفسه، هو ملوش صاحب، شغال لحسابه. طب انزل قول للجمل يطلع يتغدى معاك عشان مش هعمل الهبل اللي انت بتقوله ده. انت ليه مصره تحبطيني يا ريتاج؟ كل ما اجيب فكره تخرجنا من الورطه دي تحبطيني يا ريتاج. كتك 60 نيله يا شيخ، هتشلني يا شيخ. دفعت 3000 جنيه وعايز اضحك غرفه 60 داهيه. اهو الباب بيخبط، هو ممكن يطلع الجمل، اقول له ايه دلوقتي؟ الحق يا فخر، السحاوي وصل لاختك قبلنا، قتلها. يا حبيبتي يا دموع، انت بتموتي وبتشيشي في نفس الوقت. طب ما تقومي تصلي لك ركعتين ولا تقري قران قبل ما تموتي. ايه ده؟ انت بتفول عليا؟ ما انا زي الفل اهو. زي الفل ايه؟ امال ايه الرصاصه اللي في صدرك دي؟ دي ديكور يا جاهل. سيما. لا حضرتك قصدك ميك اب. وده مين اللي داخل علينا بحماره ده؟ انا ريتاج مرات سيد. اتجوزت يا سيد؟ اللهم صل على النبي. ودي اتجوزتها ازاي؟ كسبتها في الهابي ميل؟ دموع بقول لك مراتي، احترميني شويه قدام مراتي. عينيا الاتنين. تعال احترم. لا والنبي يا دموع، مراتي واقفه بلاش قدامها. تعال احترمك ولا اجي لك احترمك انا؟ تعالى. حاضر. تعالى. صباح الاحترام. بت احترمي نفسك، انت بتضربيه قدام اخوك الكبير؟ انا واقف سكت لك من الصبح، ايه تطلع؟ صح، انا اسفه يا ابي. انا اسف يا ابله دموع. ايه ده؟ هي بتعملكوا كده ليه؟ هي دي اختكم الكبيره؟ هو في اكبر من كده؟ دي يا ستي اصغر مننا بسنتين، بس الراجل يقف قصادها. بس دي مش شبه باباكوا خالص. ما هي مش شبه بابانا، هي شبه مامتنا. هي من ساعه ما اكلت مامتنا الله يرحمها وهي كارفه عليها. الله يرحمك يا ماما. يا ماما انت سامعانا؟ احنا بره اهو. بس يلا، امك نايمه في ايه؟ ترموا هنا ما اعرف افتكرتوني تاني ليه؟ خير. هو السحاوي جالك يا دموع؟ السحاوي ملك العزبه؟ ايه ده؟ انت تعرفيه؟ انا ما شفتوش فيس تو فيس، بس دايما كان بيبعت لي في الخناقات، بس ده صوته مسمع قوي، يعني في عزبه خير الله والبير والبستين. اهو السحاوي ده بقى طلع صاحب الالمونيا اللي لقاها الهفق ده، وجه وقال لنا انه عايز فلوس. وده عرف مكاننا منين؟ من الهفق ده. يا هفق. هو ايه اللي هفق؟ ما تنادي له باسمه يا اختي. صح، عندك حق. انا بس عايزاكي تجيلي كده عشان ابوس دماغك. انا متاسفه الامه ليكي، معلش. راسك ابوسها، راسك ابوسها. ايه ده؟ سيد احسن، قلت لك ما تقربيش منها. انت مالك انت؟ انا راضي انها تقول لي هفق وتمسح بيا البلاط، بس ترجع فلوس السحاوي. منين يا حسره؟ ليه؟ وانت صرفتيهم؟ يعني ايه يعني صرفتهم؟ صرفتيهم؟ صرفتي كل الفلوس دي في ايه يا حبيبه قلبي؟ على عمليات التجميل. عمليات التجميل؟ وهي فين دي بقى ان شاء الله؟ يمكن يا فخر قصدها عمليات التشطيب. كده فهمها، عمليات التشطيب ماشي. بصي بقى ناطحة السحاب، السحاوي وصل لي انا وسيد وقال لنا المره الجايه لو ما جبناش فلوسه هيخرطنا للبط. انا بقى هقول له ان فلوسه معاكي انت، وهقول له على طريق. ثانك يو. شكرا. لا انا بشربها بالبتاعه دي، سيبها. انتوا لو فاكرين ان الفيلم اللي بيتصور جوه ده هيجيب ايرادات اكتر من فيلم قشطه يابا تبقوا بتحلموا. انا قريت السكريبت مليان ديفوهات، مفيش كلايمكس، مفيش بلوت، مفيش اي حاجه. انت بتهزري يا ريتاج؟ انت عاجبك القرف اللي جوه ده؟ عاجبني ايه؟ بقولك مليان ديفوهات. يعني الانجليزي اللي انت قلتيه ده ان انت مش عاجبك يعني. جدا وحش. وانت من امتى بتفهمي بقى في الحاجات دي؟ لا تكوني بتخرجي من ورانا واحنا مش عارفين.
حبيبي انا سكريبت رايتر. ايه ستريت فايتر يعني؟ ما كلنا لعبناها واحنا صغيرين. مؤلفه يعني. انا خدت كورس في نيويورك فيلم اكاديمي السنه اللي فاتت. من ورايا يا ريتاج؟ يبقى صح. لما السنه اللي فاتت قلت لي انا رايحه خميس وجمعه بات عند ماما عشان فرح بنت خالتي، يبقى كنت طالعه امريكا تاخدي الكورس. يا سيد كفايه جهل، كفايه. كورس ايه اللي هاخده خميس وجمعه في نيويورك؟ امال اخدتيه فين؟ خدته اونلاين. يعني برضو نزلتي من غير اذن جوزك؟ اتفضل. يوه، بقول لكم ايه يا جماعه، سيبوني اكتب انا السكريبت ده ينزل يكسر مصر. تمام، حلو. يبقى ما دام على الله التسهيل كده وهنشقلب اللعبه، يبقى انا اللي اخرج. هو انت بتعرف تخرج؟ يا سلام، والاخراج غير اكشن وكات وشكرا يا اساتذه والى اللقاء في عمل اخر، ولما الفيلم ينزل نعمل هاشتاج سنغزو العالم واللي خايف يروح. طيب طالما بقى انت هتخرج وانت هتكتبي، يبقى انا مضطر ابقى بطل الفيلم. ها لقيتوا دموع؟ الحمد لله لقيناها. هي ازاي لسه عايشه بعد ما وقعت من المقطم؟ لا، ما دموع اختي دي عامله زي كاوتش التريلا، فضلت تتنطق على جبل المقطم لحد ما دغدغته كله. بس هي مرهقه من الوقعه شويه يعني، بس تمام. انا ظبطت مع الرجاله هيجوا الفجر يحملوها في التريلات، وهنروح ان شاء الله نصور بقيه الفيلم. دلع نجوم بقى يا ست. بس يا جماعه والله انا قلقان جدا من موضوع الفيلم ده. مين عاقل هيخش فيلم بطوله دموع وبطولتي؟ انا بصراحه شفت الحاجات اللي احنا صورناها والحاجات يعني مش قد كده، بس انا عندي فكره جامده. طب ما تقولي يا تكتك. الفيلم ده عشان ينجح لازم نعمله دعايه كويسه قوي، ووش دموع لازم يكون معروف، وشها بس مش حاجه تانية، فالناس تشوفها وتكون عاوزه تشوفها. بس لقيتها. احنا نطبع وشها على كروت ونخلي العيال يوزعوها في اشارات المرور وهي واقفه زي العيال اللي بيوزعوا كروت حضرموت وكده يعني. مش قصدي كده، انا قصدي ان احنا نخليها ترند. ترنج؟ ماشي، سهل، بس هتحتاج كميات قماش رهيبه. ترند ايه؟ انا قصدي انها تتشاف، تبقى مشهوره، تطلع مثلا في برامج زي منى الشاذلي، اسعاد يونس، او تعمل اعلان عن منتج. ايوه صح، هو اعلان. الاعلان بيتعاد كتير فوشها هيتعرف. بس دي نعمل لها اعلان عن ايه؟ فكر في حاجه شيك. حاجه شيك؟ نعمل لها اعلان عن شاليهات مثلا في الساحل الشمالي. تخيلوا معايا كده، دموع خارجه من باب الشاليه وبتتمشى لحد ما بنشوفها واقفه بالمايوه على البحر. ايوه صح، دموع مش هينفع تلبس مايوه. لا، هي دموع اصلا مش هينفع تعدي من باب الشاليه. على فكره انتوا بتفكروا غلط. البت دي محتاجه تعمل اعلانات الناس تتعاطف معاها كده وتحبها. يا جماعه انا مش قصدي كده، انا قصدي نعملها اعلان راقي، اعلان زي بتاع الشوكولاته بتاع نيلي كريم، او المجوهرات بتاع نانسي، حاجه شيك كده. صح يا تكتكه. سيد يا شحات. فخر يا شحات. بكره عندك مهمه كبيره قوي ولازم تعملها. هتروح عند اختك دموع اللوكيشن بتاع الفيلم بتاعها، تنقي كده كام عيل كومبارس تلبسهم عساكر. في الوقت ده هكون انا موجود في الاكسسوار، هجهز بقى من نومي اكياس الحشيش اللي هي جواها عجوه دي، ونفرك عليها ريفو كده عشان تبقى الظبطيه كامله. تاني يوم الصبح لما يجوا العيال دول يقبضوا عليها وهي نازله وعماله تقول بريئه بريئه حريقه حريقه، نكون احنا بنصور من الناحيه التانيه بموبايلاتنا. بعد ما يخلص المشهد ده نرفع على اليوتيوب، بعون الله مصر كلها هتشمت فينا. بقول لكم ايه يا جماعه، ما بلاش بقى فكره المخدرات والبنج والكلام ده كله، خلينا في الجواز احلى. ايه رايكم زواج الفنانه دموع الشحات من زاروك؟ لا بس مش هتتصدق زاروك دي، لو زادوج ممكن تتصدق. حلو. بقول لكم ايه، في صحه الشهره. في صحه الشهره. يا باشا الحاجه دي مش بتاعتي، كل ده اشاعات اشاعات عشان انا اتشهر. طب يا باشا بالعقل، في حد مدمن كده؟ المدمن ده معروف قد كده اهو. انا مدمنه محاشي، بسبوسه بالبندق، كنافه باللوز. الله ينتقم منك يا فخر انت وسيد، الله يخرب بيوتكم حق النبي. تمام قوي كده، برافو عليك يا سيد. البوليس شكله حقيقي بجد. لا هو مش شكله، هو بوليس حقيقي. ما انا بلغت البوليس عشان اسبق الموضوع خالص. يا نهارك اسود، بلغت البوليس؟ ما تهدي يا ريتاش، في ايه؟ كده كده لو البوليس مسكها هيلاقي معاها اكياس العجوه اللي احنا حاطينها، يعني اخرها يوم لا مؤاخذه وتطلع. ده بالعكس بقى، ده الواد سيد كده سبكها صح عشان يبقى الموضوع متصدق. لا ولسه كيفك كمان، اكياس العجوه كلتها وحطيت لهم مخدرات بجد عشان الموضوع يبقى مسبوك خالص. الله يخرب بيتك يا سيد.
انا مش فاهم يا جماعه ايه المشكله يعني. ما البوليس لما يلاقي معاها المخدرات هيحبسها بجد. تصدقوا فعلا في مشكله. طب ايه الحل؟ انا عندي الحل. ايه؟ انا عندي. امسك بس الباب بسرعه عشان نطلع وراها ونقول لهم الحقيقه. نقول لهم ان اختنا ايه هي اللي معاها الحاجه. ايه ده؟ تمام، امسك معايا عشان نظبط، عشان ما يضربوناش طلقه في المرايه ولا حاجه. امسك يا سيد. ما لا ما تخافش يا ابني، ما تخافش، ما فيش حاجه، ما فيش حاجه يا سيد. ما تخافش يا سيد، يلا ما تخافش. الاستفندي ده ريتاج بيفكرني باحلى ايام عمري، بيفكرني بشهر عسلنا. فاكر يا ريتاج لما كنت بقشر الاستفندية كده واجي عند عينك واقوم عامل كده واطلع اجري؟ ايه القرف ده يا سيد؟ ذكريات زباله. شهر عسلنا ذكريات زباله؟ شهر ده يوم واحد. يوم واحد بس قضيناه من اوله لاخره في دريم بارك. وانت متفشخر قوي ان قضيت شهر عسلك في دريم بارك. وهو كان دريم بارك بس؟ مش خدتك وطلعنا على كارفور بعديها؟ رحنا عشان كان في عرض على عيش الفينو. دي كانت اول مره في حياتي اشوف فيها الفينو. ايام قمه في الرومانسيه. فاكره اول حضن يا ريتاج؟ اول حضن حضنتهولك في لعبه دوامه الكايزر. كايزر؟ اسمه قيصر. وبعدين هي رومانسيه ايه؟ انت حضنتني عشان كنت خايف من اللعبه وكنت هتعمل بيبي على نفسك. تصدقي فعلا انك زي القطط بتاكلي وتنكري؟ لا انا الحمد لله بصراحه. انا الشهر العسل بتاعي اتكلف 75 تذكره الدخول و12 جنيه عرض الفينو. لا والنبي، وال 15 جنيه اللي ركبت بيهم الصاروخ مش دول كانوا بره التذكره؟ انا اللي دافعاهم يا سيد على فكره. صح. ايه عملت ايه؟ السلام عليكم يا جدعان. مفيش، كل ده كنت قاعد مع الست والست مشغوله جدا يعني. ليه؟ الست مين؟ انت قابلت هيفا؟ امال الست ام كلثوم؟ طب هي عملت ايه؟ وافقت؟ انا كل ده كنت قاعد مع هيفا بنضحك ونهزر ونلعب سكره، عباره عن مكعب سكر كده. قالت لي انا عارفه ان انت اسم كبير يا كابتن فخر في الباسكت واسم كبير في الاخراج، وانا يشرفني اشتغل معاك جدا، بس انا عندي مشكله، جدولي مليان. قلت لها جرى ايه يا هيفا؟ هتعمليهم عليا انا؟ هاتي الجدول ونرتبها مع بعض، انا مش جديد في السوق، ما هي بتتظبط يعني. جابت الجدول، بصيت فيه بكيت. ليه يعني؟ وراها ايه؟ لا 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 لا، البنت دي بتنتحر، دي خلاص بتخلص خلاص. ايوه جدولها فيه ايه يعني؟ عايزه تعرفي يعني؟ خدي عندك يوم السبت، اليوم كله من اوله لاخره في الكوافير. من الصبح بالليل في الكوافير؟ ده شيء لا يتحمله بشر. انت بتتكلم في دي؟ يوم الحد اليوم كله من اوله لاخره بتجيب بناطيل جينز. يوم الاثنين اليوم كله من اوله لاخره بتجيب بلوزات جينز. يوم الثلاث اليوم كله بتجيب صنادل جينز. يا ساتر يا رب، ده اسبوع جينز. مفيش بني ادم يا ابني يقدر يتحمل اسبوع الجينز ده. خد عندك يوم الاربعاء، يوم مرهق جدا، هتنام اليوم كله من اوله لاخره. طب ما هي هتنام، ايه الارهاق في كده يعني؟ لا ما هو اليوم مرهق من اوله فهي هتنام. حلوه قوي الحدوته اللي انت قلتها دي. نقول بقى الحقيقه؟ وانا باين ان انا بكذب قوي كده؟ الصراحه الصراحه ما انت مجاريني من اول الحدوته، دلوقتي الصراحه عشان كان نفسي يا فخر اللي بتقوله ده يطلع بجد، كنت بحلم انه يطلع بجد. على فكره يا معلم، انت لو بعت لنا مسج بس كنا جينا على طول، احنا اتفه من كده بكتير. انا عارف، بس انا بحب الخطر، بحب العب. العب يا معلم. فلوس فين يالا؟ فلوس زمانها جايه. جايه امتى؟ جايه بعد شويه. جايبه العاب وحاجات. انا هزر، انا خلق ضيق. يا معلم، ما انت لو توسع خلقك شويه احنا هنشرح لك احنا كنا ناويين نعمل ايه. جدو انا زهقت، ممكن امشي؟ اخرس يالا. طب معلش يا معلم، اديله بق دم بس. اخرس. طب امصصه في رقبتي شويه. اخرس. اتنيل كمل. احنا دلوقتي بننتج فيلم، الفيلم ده ممكن يجيب لنا فلوس كتير جدا، لان الفيلم ده بطولة هيفاء وهبي. ما تكملش. انت قلت بطولة مين؟ قلت بطولة هيفاء وهبي. هيفاء وهبي. هيفاء وهبي بتاعتنا هي. حمادة ادخل خد ستك في الضلمة، يمكن ربنا يخلصنا. الكلام اللي بيقوله ده صح يا هانم، ولا بيقول الكلام ده عشان عارفين ان هيفا دي الكراش بتاعي من ايام ما كنت في السجن؟ لا الكلام ده حقيقي، ده حتى لابس الروب بتاعها اهو. ده روب هيفاء. ايوه روب هيفاء. يا الله. لا يا معلم اهدى. لا اقعد ما تبقاش بخيل يا ابني. هحضرك بس اقعد. طب اقنعتوها ازاي تمثل معاكم؟
هقول لك، احنا مسكنا عليها زله. زله؟ احنا عرفنا نوع الرجاله اللي بتحبه هيفا. بتحب توم كروز؟ لا. اما طب بتحب العيال القمحاويه كده زي براد بيت؟ لا برضه. تبقى بتحب العيال البيض زي ويل سميث؟ لا. امال بتحب مين؟ من الاخر كده يا معلم، هيفا بتحب الصلح. بتحب فخر؟ لا يا معلم انا بشعر. ما تفهموه بقى يا جماعه عشان ما يخنقناش. امال ايه؟ بتحب الصلح زي احمد بدير وعمرو اديب. عمرو اديب؟ بتحب عمرو اديب كمذيع ولا كاعلامي؟ لا كجان. لا. ايه؟ ليه يا هيفا ليه؟ ليه؟ معلش اهدى واحنا هنشرح لك. احنا مش لاحقين والله من ساعه ما خطفتنا، ده انا نزلت جيت لك بالربع على طول. ما تقولش روح. لا بالراحه. معلم اقعد يا معلم، خلاص اهدى بس اهدى. اهدى. دلوقتي لازم نتصرف بسرعه يا اولاد. هنعمل ايه دلوقتي؟ بقينا هنعمل ايه؟ اشمعنى يعني دلوقتي متحمس قوي كده؟ معلش عشان الكراش. بما انك متحمس قوي كده، انا عندي فكره، بس انت لازم تساعدنا. وانا خدام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والنبي كنا عايزين لوسط خالد بس. احنا لوسط خالد. انتوا مين؟ انا اوك. وانا اورتيجا. مروني. كنا عايزين بس نتكلم معاك في موضوع على هداوه كده. موضوع ايه؟ من الاخر كده البت دعاء اللي انت لابسها دي تخصنا، وعايزينك تخرج منها عشان ما نعملش معاك الغلط. اللي انتوا ما تعرفوش بقى ان دعاء دي تخصني انا، وانا معايا ورق يثبت كده، وشكل انا بقى اللي اعمل معاك الغلط. ارجع يا ما تضيعش نفسك عشان واحد تافه زي ده شتمك خالص. ما تعملش كده. ما تخافش منه يا ده خش وقش وكراتين فاضيه. يبقى انت بقى كده ما سمعتش عن كابتن خالد ابو الوفا. اوعى تكون فاكرني من العفاريت السيكي ميكي اللي بيسكنوا الحمامات ولا الحتت المهجوره يا ده. انا جايبها من تحت، ده انا جني سفلي يالا. ما تشعلش اللعيب وترجع تخيب. ايه؟ ما تشعلش اللعيب وترجع تخيب. خد بالك يا الواد ده قريب محمد رمضان. وفي واحده كمان. ايه؟ ما تولعش النار وتعمل حوار. لا ده كده قريب بشرى. واقدر اقول لك كمان يا رجل. ولا اخشع يا انسان. اقلع التوكه يالا. ايوه احنا بني ادمين. انصرف. صرخ زي ما انت عايز، محدش هيسمعك. وعلى فكره محدش يقدر يشوفنا ولا يسمعنا غيرك. ايه ده بجد يالا؟ انا بقول له كده بس عشان يخاف. انت بتسحلني وراك ليه؟ انت بتسال دلوقتي ليه اركب نمره. انتوا دخلتوا هنا ازاي؟ احنا نقدر ندخل اي مكان ونخرج منه عادي عادي عادي. وعايزين مني ايه؟ ولا خلاص يالا. ما هو قال لك يالا انت غبي. عايزينك تخرج من دعاء اختنا. دعاء مين؟ اختنا. اختكم؟ ايوه. انا اسف جدا. اتفضل. انا بعتذر جدا عن اللهجه الشديده اللي انا كنت بتكلم بيها. انا اسف جدا يا عمي. بلا عمك بلا ابنك، لخص. انا عايز اقول لحضرتك ان انا فعلا بحب دعاء وما اقدرش استغنى عنها. ايوه بس انت عفريت وهي انسانه، ما تركبش يعني. انا عارف انها ما تركبش، بس انا محوش قرشين وهسافر لبنان واعمل عمليه وابقى انسان. ايه ده هم في لبنان بقوا يعملوا العمليات دي كمان؟ ده في ناس كتير عاملين العمليه دي وعايشين وسطكم وانتم مش حاسين بيهم. زي مين؟ يعني زي أسقس وحمدي المرغني ونص بتوع مسرح مصر. ايه بس اعتقد حمدي المرغني ما عملش العمليه دي. حمدي عملها وفشلت. اقسم بالله انا قلت ان وشه ده مش وش بني ادم ابدا. مش عارف الواد خالد العبيط ده يعني دونا عن حريم الدنيا والاخره كلهم والانس والجن راح يختار اختك دعاء دي ويقوم لابسها. ازاي خالد ده مش خايف يتجوز واحده ملبوسه؟ عندك حق. ايه ده؟ ايه؟ هيخاف من ايه؟ خايف يتجوز واحده ملبوسه، يعني لو قاعد معاها بالليل مثلا ممكن يطلع له حاجه تتحول عليه تاكله. تاكله ازاي يا بابا؟ ده هو اللي لابسها، يعني هو اللي جواها. ركز يا سيد لو سمحت، لم الدنيا معايا كده وطلع الكتاب وشوف لنا مكتوب فيه ايه. اقعد قطم فيا انت كده يا فخر. معلش يعني. عشان انا باخد ودي معاك في الكلام وانت بتقطم فيا يا فخر. معلش. انا هطلع الكتاب فعلا عشان اقرا فيه واشوف حل يرجعنا من هنا واخلص منك خالص بقى يا فخر. ايوه صح، برافو عليك. تخلص مني وترجع للعالم بتاعك الجميل اللي انت فيه مندوب مبيعات ناجح. صح، برافو عليك. ايه ده؟ بص. ايه؟ البند ده حلو جدا.
طب ما تقراه يا ابني. كيف تختفي في عالم الجن عن طريق الحزق. تعرف تحزق يا فخر؟ دي مفارقه؟ لا والله مش مفارقه ولا حاجه، هو مكتوب هنا اهو. اذا حزقت بضمير ففي خلال ثواني تكون قد اختفيت. تعرف تحزق؟ يا عم بعرف احزق بس انا ما عنديش امساك. مش الحزق بتاع الامساك، الحزق اللي هو كده ده. حلو، ما دام انت عارفه يبقى اعملها يلا. طب ما تجرب انت يا فخر. يا ابني انت اللي اكتشفت الموضوع، يعني انت المكتشف، يلا جربها. مش خطر يا فخر؟ لا مش خطر خالص، وحتى لو خطر محدش مات وهو بيحزق يا بابا. يلا. طيب ماشي، بس انا بقى نجرب. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. بس عندي فتاء بس فده. يلا يلا يلا. ايوه ايوه يلا كمل يلا. صح، انجز. ايه ده يلا؟ يخرب بيتك، انت عارف ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انت قعدت تظهر وتختفي كده، تظهر وتختفي. احزق حزقايه حلوه بقى يمكن تختفي. اذا حزقت بضمير ففي خلال ثواني تكون قد اختفيت. تعرف تحزق؟ يا عم بعرف احزق بس انا ما عنديش امساك. مش الحزق بتاع الامساك، الحزق اللي هو كده ده. حلو، ما دام انت عارفه يبقى اعملها يلا. طب ما تجرب انت يا فخر. يا ابني انت اللي اكتشفت الموضوع، يعني انت المكتشف، يلا جربها. مش خطر يا فخر؟ لا مش خطر خالص، وحتى لو خطر محدش مات وهو بيحزق يا بابا. يلا. طيب ماشي، بس انا بقى نجرب. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. بس عندي فتاء بس فده. يلا يلا يلا. ايوه ايوه يلا كمل يلا. صح، انجز. ايه ده يلا؟ يخرب بيتك، انت عارف ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انت قعدت تظهر وتختفي كده، تظهر وتختفي. احزق حزقايه حلوه بقى يمكن تختفي. بس مش قادر، نفسي كان هيتقطع. معلش حزقايه حلوه يا سيد. هو نفسي اتقطع كان هيجيلي فتاء. يلا يلا يلا. طب اخد نفسك. لو خدت نفسك مش هتعملها. طب يلا. حزقايه حلوه بقى من بتوع سيكا. طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد ولا سيد. يا فخر، انا مش شايفك دلوقتي، انت اختفيت خالص. بجد انت مش شايفني؟ مش شايفك خالص والله يا سيد. طب خلاص بقى ارجع يلا. ارجع ايه؟ انا ما اعرفش ارجع ازاي، ما قريتش ده في الكتاب. الله يخرب بيتك، طب ليه ما كملتش اخر سطر يا ابني عشان تعرف طريقه الرجوع؟ وخلاص اللي حصل بقى يا فخر. انا خايف قوي يا فخر، وهجيلي الخنقه جت. ما ينفعش تعيا هنا، ما ينفعش تعيا خالص هنا يا سيد. اهدى كده، خلينا نشوف هترجع ازاي. طب كمل السطر كده في الكتاب وارجع. ما هو الكتاب برضه مختفي، فالصفحات مش باينه، مش عارف اقرا. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. طب بقول لك يا سيد، معلش جرب اخر حاجه، احزق حزقه كمان كده يمكن ترجع. ده احسن اموت بقى خالص المره دي. يا عم ما تخافش، جرب بس احزق حزقه كمان. طب استنى اجرب. رجعت اهو. بس بقول لك يا فخر، جامده قوي. ما تحورش والله العظيم، جامده جدا. ده انا شفت حاجات عمري ما شفتها في حياتي. بجد. لازم تجربها بنفسك. يا عم مش عايزين نضيع وقت بقى، خلينا نخلص يا سيد. والله يا فخر جربها مره واحده بس. يا ابني انا كمان والله نفسي اجربها، بس مش عايز نبقى بنلعب يا سيد واحنا عندنا شغل يعني. يا فخر ده هي مره يا فخر، ده انا نفسي اشوفك وانت بتختفي، عمري ما شفتك وانت بتختفي يا فخر. مرايه مره والله مش هطلبها منك. ما تقعدش تعيدها. مره خلاص. تمام. يا ابن الحزيقه، ده انت اختفيت في ثانيه ورجعت في ثانيه كمان. هي دي بقى مستر الرياضي لما يحزن. شفت بقى؟ بس في سؤال معلش. اللي احنا عملناه ده هيفيدنا بايه؟ هنقدم في السيرك مثلا، هنعمل الكور كده، هننام على مسامير عريانين، ده هيفيدنا بايه؟ ها؟ شوف الكتاب يا سيد مكتوب فيه ايه؟ يا رب بقى. ها عملت ايه؟ وديت اختك المصحه؟ وديتها المصحة، بس أول ما دخلنا المصحة قعدت تصرخ وتجري وتقول أنا عايزة خالد عايزة خالد، وبعدين قامت داخلة الحمام واقفة على طرف الكابينيه ونطة ستارت. عملت ايه؟ ولا حاجة، شديت عليها السيفون. سيد، هو أنت جبت معاك أكل؟ منين يا فخر؟ ده أنا جاي شابط في حنطور. يا جدعان أنا جعان أبوس إيديكم، يعني شوفوا معاكم أي فلوس هاتوا لنا بيها أكل. الله يسامحك يابا، مش كنت سبت لنا احنا الفلوس كنا تهنينا بيها بدل ما تسرقها تاني. مريتاج، هو باباكي ما بعتش الصدقة بتاعت أول كل شهر؟ لا. أنت متأكد إن مراتك دي بنت ناس يالا سيد؟
مش عارف والله يا فخر، شكلها كده الخارجي غير طريقه كلامها خالص. هي فعلا عامله زي اللاب الابل اللي نازل له ويندوز. اتلم يا فخر، بدل ما دب ايدي في بقك اطلع مصارينك اقلبك زي الشراب. طلعيها، مش هتلاقي فيها حاجه. عارفه ليه؟ عشان انا جعان. انا شارب نص ازازه الزيت لحد دلوقتي، من الجوع ما شبعتش. ابوس ايديكوا، اتصرفوا استلفوا من اي حد. انا استلفت من كل اعضاء النادي. طب اهدوا يا جماعه اهدوا، انا كده كده رايحه لمامي عشان عندنا سيشن يوجا مع بعض، هبقى اتكلم معاها بقى في الفلوس. يلا باي باي. يا سلام على روقان البال. ريتاج، لو شفت باباكي قولي له يبعت لي البوكسرات القديمه، لحد دلوقتي ما بعتليش كسوه الصيف. عنده شويه بوكسرات يا فخر، لو شفتها هتلبسها تيشيرتات. انا مش عارف انتوا بتفكروا ازاي. اللي في دماغك ده يا ريتاج انا مستحيل اعمله، بعيد عن احلامك. في يا سيد، ده بدل ما تشكرني اني واقفه جنبك. والله فيك الخير يا ريتاج. ده لو السما اتطربقت على الارض انا مش هعمل كده. يا سيد، ما الفلوس كده كده بتاعتي بعد عمر طويل. والله فيك الخير يا ريتاج. يا الخير؟ انا مش مصدق. دي ريتاج البنت الرقيقه اللي انا اتجوزتها؟ ده انت كنت ملاك. ايه اللي حصل فيك يا ريتاج؟ كله بسببك، كله بسببك انت يا شطان. من ساعه ما دخلت البيت الهادي، البيت السعيد اللي كان مبني من طوبه فضه وطوبه ذهب، وانت هدمته بمنتهى السهوله. يا شطان، حرام عليك يا شطان. انا يا ابني الله يسامحك يا ابني، ما هي البت بتقول لك كده كده الفلوس هتروح لها، وبعدين لو غمقت يعني قوي وامها قفشت ايه؟ اكيد امها مش هتبلغ عن بنتها عشان هتخاف من الفضيحه، وانا ماليش دعوه بالموضوع اصلا يعني. وانا اللي هتحبس فيها كلام. وبعدين فهمني يا سيد، انت معصلك دماغك المره دي ليه؟ ما تفكرنيش يا فخر، ما تفكرنيش باللي احنا عملناه ارجوك. انا فهمت انت مش عايز تسافر ليه. انت غيران من سكر ابن خالتي عشان كان عايز يتجوزني زمان، مش كده؟ لا، سكر مين ده اللي هغير منه؟ اكيد مش هغير من سكر، بس زي ما تقولي كده يعني كل ما تيجي سيره الجدع ده بيجي في دماغي ذكريات انا مش عايز اتذكرها. انت قصدك على اليوم اللي خدك لفه بالحصان في البلد؟ يعني هو كان واخدني وراه على الحصان؟ ده كان ساحلني بحبل ورا الحصان. اي بتوجع دي. يبقى قصدك لما بيتك يوم في الترع وطلع عندك برهارسيا واتعالجت منها؟ لسه بتعالج منها لحد دلوقتي يا ريتاج، ده انا لسه واخد حقنه من ساعه. عرفت خلاص، انت قصدك على اليوم اللي دخلك فيه غيط الذره وراح ولع فيه. يا نهار اسود، ولع فيه؟ ده مش سكر، ده هتلر. ما ليه حق الواد يخاف. فخر، لو عندك كلمه حلوه قولها، ما عندكش اكتب. ماشي. بقول لكم ايه يا جماعه، لو ما خدناش الفلوس من ماما هتديها لسكر، ولو سكر خدها مش هنعرف نوصل لها. ها، جايه ولا دورك جاي؟ جاي. تمام، يبقى على الله التسهيل. ريتاج، عايز اسالك سؤال. ما عندكيش اخت اموره كيوت زيك كده عايزه ترتبط بمجرم؟ السلام عليكم يا حماتي. اهلا بسيد الرجاله اللي مراته كانت هتتخطف منه. هي ريتاج حكيت لك؟ ريتاش حكيت لي ايه؟ ده البلد ملهاش سيره غير خيبتك، ملهاش سيره غير العيل اللي مش عارف يحافظ على مراته. بس حضرتك استاذ سكر جه في الوقت المناسب وانقذها. وانقذنا احنا كمان. وده مين ده كمان؟ ده فخر الشحات اخويا. فخر العرب. ما اصلها كانت ناقصاك عشان تجيب لنا اخوك. طب هي ريتاج طلعت نامت ولا هي فين دلوقتي؟ ريتاج لسه ما جاتش. نعم، بقالنا 6 ساعات في الطريق وهي لسه ما جاتش. ايه هو انتوا الدنيا عندكم سبهلله؟ مفيش رجاله في العيله؟ لا يا فخر، دي راجعه كمان مع عيل خرع ممكن تتخطف منه في اي لحظه، انا قلقان عليها. لا يا فخر، اسف. ايه ده يا سيد، بتكلم مين؟ مفيش حد على الكنبه، الست طلعت وسابتك. هي هتلاقيها بس خافت وانا بزعق. اقسم بالله ما خافت. لا والله عشان انا كان صوتي عالي واحتديت عليها. بقول لك اقسم بالله ما خافت، ده ما سلمتش عليك واحنا داخلين يا سيد. راح جلع السبسب وضربه وقع كيف البورص. وقع كيف البورص. طب فاكر انت لما كنت بترمي ابو اسماعيل في الساقيه وتقعد تغني تحت الشجره؟ ايوه كنت قاعد اقول لك في البحر سمكه سمكه زق. كنت فين يا هانم؟ في ايه؟ سكر كان بيفسحني يعني عشان ينسيني اللي حصل، وقعدنا نفتكر الحاجات القديمه. طب فاكر انت الشبشب لما طار؟ ايوه لما ضربه بالسبسب وقع كيف البورص. ايوه اللهم اجعله خير. يا ترى بقى انبسطتي؟ بسطت عادي يعني، سكر زي اخويا. في ايه يا سيد؟ في ايه يا هانم؟ في يا هانم انك راجعه ورا البيع على الحصان، وانت عارفه كويس قوي
ان جوزك عنده املاح ورجله بتنقح عليه، فكان ذوقيا يعني تسيبيني انا اركب وراه الحصان وتيجي انت ماشيه مع فخر. ده كلام برضك يا ريتاج، مش تقول لنا ان التوتو عندها املاح برجليه، كنت خليتك انت يا حرمه تاجي ماشي مع فخر. بعدين هو بزعق لي كده كيف؟ اي حد يضايقك قولي لي وانا اتصرف معاه. لا هو مش بيضايقني، هو لما يضايقني هقول لك على طول وانت بقى اتصرف معاه. سمعت يا سبع البرومبا؟ سمعت مراتي بتقول لك ايه؟ لما ابقى ضايقها تبقى تشتكي لك، تبقى تيجي تتصرف معايا، لكن طول ما انا ماشي معاها زي الالف كله يلزم حدوده. يا ابني هتجيب لي صرع في مخي يا ابني، دي المفروض مراتك وهو دخيل خلاص يا فخر، خلاص ماشي يا ريتاش، لينا اوضه فوق هتتقفل علينا وكلامنا هيبقى مع بعض كويس قوي. تعال بيتك ومطرحك، تعال. والله انت تشكر يا عم. ايه ده؟ ايه اللي جاب صور ريتاج هنا؟ لا دي مش ريتاج. امال دي مين؟ دي الفنانه هنا الزاهد. يا سبحان الله، دي شبه ريتاج بالظبط، بس بيني وبينك هي احلى من ريتاج بكتير. طب بقول لك ايه، قصر في الكلام، جوزها غبي على الانستجرام، يقعد يشتم في الفولورز اللي يضايقوه. اسكت. لا استنى، انا مش هتوه عن ريتاج. لا حاسب، عشان الصوره دي بقى بالذات انا عارفها. دي صوره فرحنا. دي صوره فرحنا. انا ما اعرفش العيال في السايبر بيعملوا فوتوشوب ليه ويحطوا صورتي جنب صوره الفنانه هنا ازاي، ما اعرفش. ها ايوه بس دي لابسه نفس فستان الفرح بالظبط. بقول لك ايه، تشرب شاي؟ ماشي اشرب شاي. تروق اعصابك كده، تشرب شاي. تعرف ان الفنانه هنا الذهب برج الجدي؟ الصراحه اول مره اعرف المعلومه دي. مواليد برج الجدي. تعرف ان الفنانه دنيا سمير غانم تبقى اخت الفنانه ايمي سمير غانم؟ يا راجل. ايه؟ تعرف ان الاثنين ولاد الفنان سمير غانم؟ يا راجل. ايه؟ ايمي بقى متجوزه حسن الرداد سمير غانم. ودنيا متجوزه رامي رضوان سمير غانم. كلهم برج الجدي. نفس البرج بتاع الفنانه يعني هنا الزاهد. لا فكك بقى عشان انت كده بتشتغلني. دي ريتاج مش هنا الزاهد. 3 بالله العظيم دي الفنانه هنا الزاهد. اقول لك على حاجه، انا كل ما احط ميه سخنه تطلع لي صوره الفنانه هنا الزاهد. جربت مره حطيت ميه ساقعه طلعت لي هنا شيح. ما تظلمنيش يا عم. لا تظلمني ولا اظلمك، انا مش هشرب الشاي ده، انا هنام على طول. بس يا ريت بقى لو جلابيه مرحرحه كده عشان انام براحتي. ما كانش يتعزى يا عم سيد، والله كل الجلابيات مكويه ونظيفه. طيب خلاص انا هنام زي ما انا. راح فين؟ هنام على السرير اللي هناك ده سريري انا، وانا ما اعرفش بقى حد ينام جنبي. طيب خلاص انا هنام على الكنبه اللي هناك. ما هو الكنبه دي انا ساعات اقوم من النوم اقلق اقوم نايم على الكنبه دي. طيب خلاص انا هنام على كرسي التسريحه اللي هناك ده. بالليل وانا نايم ساعات تطق في نافوخك ده اقوم اصلح مكياجي. هتنام انت على الكرسي كيف؟ طب انا اعمل ايه؟ انا انام وانا واقف يعني يا عم سكر؟ ما انا مجهز لك فرشتك اهو. اهي يلا تعال نام بالطول ولا بالعرض؟ طيب خلاص هنام هنا. تصبح على خير يا عم سكر. يلا وانت ابن اهل، عايز حاجه؟ لا ربنا يخليك. باي. هي الساعه كام دلوقتي؟ الساعه دلوقتي 1 بالتمام والكمال. تلحق بقى تنام لك 3-4 ساعات عشان نقوم نصلي الفجر الجماعه. هو انت هتصحيني على الفجر؟ ايوه. انت تنام بالنضاره ولا ايه؟ اصل انا لما بقلعها ما بشوفش كويس في الاحلام. نقول لك بمناسبه الحلم اطروفه يعني. يقول لك مره واحد نام متاخر فاته نص الحلم. اخلص يا سيد. ما تخلص قد ما تعطلناش امال. انا مش فاهم يا عم سكر، انت ملبسني اللبس ده ليه؟ ما قلت لك لا جايين نصطاد يعني. ايوه ده لبس صيد، ده مش لبس صيد. انت عمرك اصطادت قبل كده؟ اصطدت سمك بس ما لبستش سمكه يعني، ونزلت جبت سمك من تحت. ما غلطان، وتلاقيك ما طلعتش حاجه يوميها. الصراحه عمري ما طلعت. ايوه في الافلام لما بيجوا يصطادوا البط بيعملوا ايه؟ يقوموا جايين كده ناحيه البط كده ومطلعينه في فيخه وعاملين ياك ياك، يقوم البط من الجنب. طب انتوا بقى ضاربينه بالنار؟ ليه نضربه بالنار؟ ليه؟ ما هو جه لوحده. احنا بنسبق على البيت وهو بيحصلنا بعربيته. فاحنا دلوقتي هنصطاد ارانب. ماشي يا عم سكر، انا اقتنعت بوجهه نظرك، بس ليه ملبسني ارنبه ست؟ ما تلبسني ارنب راجل يا اخي. حلو احب اللي يسال، اسال اجاوبك. انا ملبسك ارنبه علشان المنطقه اللي ورانا دي كلها مدارس ارانب تجريبيه بنين، وده لك ساعه خروج ارانب. هتلاقي ارانب بنين منتشرين في كل مكان قدامك، وهتلاقي اتوبيسات قدام المدرسه. تقوم انت عامل ايه؟ جاي قدامهم ومحرك لهم في الفرنوكه. الفرنوك؟ ايه الفرنوكه دي؟
ايوه انتوا في البندر ما تعرفوش الكلام ده. يا اي ارنب في ظهره فرنوك. هي البيضه اللي ورا دي؟ ايوه ده الفرنوك. وانت ايه بقى اللي خلاك مقتنع ان انا هوافق اعمل دور الارنبه؟ خليني مقتنع يا انت لبست هاد الارنوب يا ده انا اديتك البدله تلبسها يا انت اللي افورت في المكياج وخليتها تروح للسكه البطال. معاك حق. طب انا عندي فكره حلوه، اولع سيجاره عشان يتلموا حواليا اكتر. ما هو نسمي موت الغباء. انت عمرك شفت ارنب بيشرب سجاير؟ نادرا. ايوه نادرا. هو متعود دايما يا اما بيشرب جزر يا اما بيشيش. وبما ان احنا مش منطقي ان احنا نشيش في الغيط، فاحنا نعمل ايه؟ نولع جزر. نولع جزر. تيجي ساعة خروج الارانب المراهقه من المدرسه وتقوم ساند على النخله كده كيف العمود عندكم في البندر. برنسيسه مولع جزر وتقوم جاي عنديهم عامل ايه؟ مولع الجزره. طيب ممكن تلحقني بسرعه عشان انا بحرك في الفرنوكه ده، ممكن الارانب تيجي تنهشني؟ ما تقلقش، ساعتها حتى لو حصل كده نعتبره تجربه مؤلمه وعدت، ما بنلقى لهاش، ساعتها بنقبض على الذئاب الارنبيه دي والموضوع بينتهي. طيب استسمحك بس بقى تولع لي الجزره؟ ولع لك الجزره حاضر. بقول لك بمناسبه الجزر، بقول لك ارنب وارنب اتجوزوا، عملوا شهر العسل فين؟ جزر القمر. وبعدين؟ لا خلصوا. الجزر والجزر يعني المترادفات يعني. ما حصلش الضحك ده. يلا طيب عشان الحق بقى الارانب. نزف ايه؟ في الفرنوكه. نزف الفرنوكه. الله يجعله خير. الدنيا هتبقى مليانه ارانب وساعه خروج مدارس، انا مش شايف ولا ارنب. هو ارنب هناك اهو. الأرنبة إيه؟ الأرنبة إيه؟ حاسب نار، انا انسان عادي، انسان زيكم عادي. ما تصدقوش دي الأرنبة. بالراحه يا عم سكر بشويش. اسكت بقى ما تقعدش تصوصو كيف انا سويت. يا عم سكر انت مش قلت ان رجالتك هيضربوا نار على انارب الرجاله بس؟ ضربوا على الستات ليه؟ انا ما حدش من رجالتي ضرب نار عليك، انا رجالتي كانت بتتبادل اطلاق النيران مع الارانب، هتلاقي ارنب اصابك بالخطا. ايوه صح، انا شفت ارنب منهم بيحط ايده في ظهره كده وبيطلع حاجه كانه بيطلع طبنجه، وبعد كده ما شفتش حاجه. ايه ده؟ ارنب رصاص في اسمر ايديه واخد جزره في وشه؟ هو كان اسمر فعلا، بس موضوع الجزره ده ما شفتوش لان هو كان ملثم. ده طلبه ارنب غفير، هتلاقيه حاطط بندقيه كده على كتفه دايما. ايوه هو نظره ضعيف، هتلاقيه اصابك بالخط. طب يا عم سكر انت فاتح الجرح ده كله ليه؟ وانت هتطلع طلقه قد كده؟ انت اشتغلت دكتور قبل كده؟ لا. ولا انا. سيبنا نستكشف مع بعض بقى، بعدين انا اسمع دايما كده ان الجرح الكبير يحتاج ابره كبيره، وده جرح كبير. يا نهار اسود، دي ابره تريكو، انت بتعمل شرز؟ يبقى انا لازم اعمل شرز، مش الطلقه خارجه من البندقيه، تعمل شرز كده. لا بتعمل شرز يا سيدي، الف بعد الشرز عليك. الله يجعله خير. انت مجنون؟ ما حصلش. انت مجنون؟ عايز ست السيد؟ اقسم بالله لو كان جرى له حاجه كنت دفنتك جنبي. اهدى يا ريتات. في يالا في عمال اقول ذكريات وحركات، ذكريات ايه ونيلة ايه؟ ده انا عمال اكدب عشان نعدي اليومين. ده يا ريتات هتضيع هيبتك قدام الرجاله. عايز تفتكر الذكريات؟ تعالى بقى افكرك بالذكريات. فاكر ابو اسماعيل اللي ربطناه في الساقيه؟ اسكت يا ريتات. ده ما كانش ابو اسماعيل، ده كان انت يالا ربطناك في الساقيه زي الجاموسه وقعدنا نضحك عليه. اسكت يا ريتات. انت فاكر عيد الميلاد؟ بلاش دي ابوس ايديك. لما لبستك بطريق وقعدت تسقف زي اللهبل ومش عارف تمسك الجاتوه. اهدي يا ريتاش، احنا فعلا طلعنا ظالمين، مش هو اللي ضربني بالنار، اللي ضربني بالنار طلبه الارنب الغفير. ارنب طلبه ايه يا اهبل؟ ما ترجع يالا في ايه؟ ده انت مضروب بطلقه يعني. ايه الشنب اللي انت عامله في وشك ده؟ انا قلت الزق شنب عشان اعمل لنفسي هيبه كده وسط الرجاله واشرفك وسط اهلك. كده بتشرفني؟ لابس لبس صعيدي على شنب هتلر وكده بتشرفني يا سيد؟ إيه وحش يا ريتاش؟ وحش؟ انت شفت كام واحد ضحك عليك وانت داخل؟ لا يا بنتي، دول كانوا بيضحكوا على القطروفه بتاعت عم سكر، اصلا كانت بتضحك قوي. لا بيضحكوا عليك يا سيد عشان شبه الصرصار. دول يا رجاله، ايه المهره ريتاج والحصان سكر اتاخروا كده ليه؟ الكوافير زحمه ولا ايه؟ الله يجعله خير. ما حصلش الضحك ده قبل كده ولا يحصل.
الميوزيكا دي بتمزعني من جوه يا مومبي. ايوه هي انشوده جميله. بس عندي فضول اسال سؤال معلش. ايوه. هي الهلمه والقبهه دي كلها مش كتير يعني على ان انت تتجوز حسنا لبعض؟ كتير. ويا المهره ريتاج اي مهره عندنا ولا ايه؟ دي ست الستات، اميره الاميرات، ساحره الجنوب. ايه ده؟ مش دوكا حوريه فرجالي؟ ايوه هي كانت حوريه، بس حوريه من الجنه. الله، شوقتني قوي اشوف المهره ريتاج يا عم سكر. حبها الحصان سكر وداب فيها كيف ما بيدوب السكر في الشاي، وكان كل حلمه انه ياخدها وراه على ظهر الفرس الابيض ويروحوا مع بعض لبلاد بعيد. طب ازاي يركب على ظهر فرس وهو اصلا حصان؟ مش فاهم. دي انت غلسه غلاسه يا ريتاج، ما تخلينا اكمل الحديت. ايه الغلاسه دي يا ريتاج؟ كمل يا عم سكر، ده انا متشوق جدا اعرف اخر الحدوته الجميله دي. وفي يوم اخبر ما طلعت له الشمس عدى من قدام الاسطبل بغل. والبغل ده كان اسمه سيد؟ تمنيه ولا ايه؟ لا انا اخو البغل. على فكره يا جماعه، على فكره البغل ده اسمه سيد على اسمي. ايوه عارف انك اسمك سيد. ايوه كمل يا عم سكر، كمل. ايه اخر الحدوته؟ في يوم اخبر ما طلعت له الشمس عدى من قدام الاسطبل البغل سيد محمل بالعلف والتبن. امتصت المهره ريتاج في نظرها ولافع عليها البغل سيد. طب ازاي خليت الحصان والحصانه يتجوزوا وبعدت عنهم البغل سيد ده؟ قتلت البغل سيد؟ قتلته معنويا. لبسته ارنب انتايه ونزلته الغيط يجري ويهزهز في الفرنوكه. لا معلش بقى يا عم سكر، افورت منك دي شويه في الحدوته. مفيش بغل راجل يعني هيقبل على نفسه يلبس ارنبه ست؟ جبل البغل سيد جبل يلبس ارنبه وينزل الغيط يهزهز في الفرنوكه. الفرنوكه؟ اقعد معاك دي هيفقسك يا ابني. قول لي فين الفلوس؟ هو قال لي ان هو مخبيها تحت مهره اسمها صفاء. وهنجيبها صفاء دي منين بقى ان شاء الله؟ احنا ممكن ننادي ونقول يا صفاء واللي ترد تبقى هي دي صفاء. مين اللي ترد؟ الحسينه. ده الكلام ده فلاين كينج بقى يا جماعه. لعلمك اذكى طائر على وجه الارض الحصان، يجي بعديه في المرتبه الثانيه الكنغر والثالثه السنجاب. ده حقيقي، انا قريت المعلومه دي على جوجل ماب. معلش انا اسف يا جماعه، ممكن طلب؟ انا عارف ان انتم مأجلين موضوع الخلفه شويه عشان ظروفكم، ممكن نمنعه خالص، لان الابن اللي انتوا هتخلفوه هيجي في المرتبه الرابعه من الذكاء بعد الكنغر والسنجاب. انا قريت ده برضه في جوجل مابس. يا بهايم فكروا شويه هتلاقوا ان اسامي الحصانه مكتوبه على العنابر. بس والله العظيم يا فخر احنا لو نادينا بس بقى بس. ايه ده؟ صفاء التوخي يالا، شكلها بتصور مسلسل جوه، تيجي نتصور معاها؟ يلا. استنوا، في صفاء تانية، صفاء السبع. لا كده لخبطه قوي بقى كده. معاكي حق. طيب معلش بقى فخر، انا مضطر انادي. اتفضل نادي. بص يا صفاء وصفاء، انا هنادي واللي معاها الفلوس ترد عليا. يا صفاء يا صفاء اهي ردت يا فخر. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ولا يا سيد، هو اي حد ينادي على الحسين ترد عليه؟ ولا انت ربنا مديك السوبر هيرو دي؟ استنى انا هجرب. يا صفاء، انت متاكده انت الحصانه اللي معاكي الفلوس؟ طبعا. يبقى البورس اللي كان بيكلمني في البيت ما كانش تهيؤات، ده كان بيقول لي اعمل لي شويه شاي معاك يا فخر. هخش اسحب المهره عشان ندور جوه براحتنا. ماشي. يا صفاء يا صفصف، قومي يلا يا صفاء، يلا قومي. قومي يا صفصف، يلا يلا تعالي يلا. اقف عندك انت وهي. يا نهار اسود، دي طلع نصها حصان ونصها صفاء. في ايه يا صفاء؟ انت بتعملي كده ليه؟ هو احنا ضايقناكي في حاجه؟ يعني مش المهرة صفاء، علي سكر الدايب، وانتوا عشان حفله من الاغبياء وقعتوا في المخرز. والله يا صفاء احنا كنا جايين وكل نيتنا خير. بقول لكم ايه، انا مش هقتلكم واظفر يدي بدمكم، انا هبلغ عنكم البوليس عشان تعيشوا بعاركم طول عمركم قدامي. استنى، لو عايز تحاسبهم حاسبني انا اللي قلت لهم يسرقوا الفلوس. بالظبط، حاسبها هي اللي قالت لنا نسرق. يلا خدها بقى قدامه يا ريتاج. انت يا ريتاج؟ ليه يا بنت الناس؟
ناقصك فلوس ياك. السلام عليكم. اهي الايام الزباله هلت. شوف انت وهو، انا كل مره باجي عشان اخلص عليكم وارجع من غير ما اعمل حاجه. ارجع البيت اأنب نفسي، اقول ايه طيبة القلب اللي فيا دي. المره دي جاي عشان حاجه واحده، اخد فلوسي يا اما اخلص عليكم. قلتوا ايه؟ هو الجرجير صبح يالا يا سيد؟ دوق الجبنه حلو قوي. سمعتوني ولا لا؟ عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ انا مش فاهم. عايز 6 مليون دولار؟ مفيش فلوس، ولو دخلت من باب النادي ده تاني يا صحاوي انا هكسر رجلك. يخرب بيتك، ايه اللي انت بتعمله ده؟ اسكت انت خالص، مش عايز اسمع صوتك. عندك حق يا سيد، واضح ان انا زودتها معاك شويه، انا اسف. شفت؟ هي الاشكال دي كده ما تجيش غير بضرب الجزمه. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. ليه كده يا صحاوي؟ ليه يا اخي؟ انت قعدت تضغط عليا تضغط لحد ما طلعت من جوايا سيد الوحش. انا ما كنتش حابب اعمل معاك كده واغلط فيك. انا اسف، حقك عليا. لا لا لا، ما تتأسفش يا سيد، اللي اتكسر يتصلح. مصطفى خده، هنبدأ بيه الأول، وأنت هستنى عليك 3 أيام. لو فلوس ما جاتش هخلص عليك أنت آخر. طب ما ينفعش يا معلم، يبقى مهلة اسبوع اروح اصيف وارجع اتقتل؟ اخلص، شاهد على روحك ارجوك. مصطفى، طب ما تجيبش الباي عشان خاطري. ايه ده؟ انتوا ما بتاكلوهاش يا سيد؟ بتاكلوها؟ انا لو اعرف ان الحاله وصلت للجوع ما كنتش جيت. خد ده هدوه بعد الاكل، وده هنا في السن تعمل فيهم قبل الاكل. مصطفى يلا ارجع. ولا يا سيد، دي ريتاش بقت شبه سمير الاسكندراني. ايه اللي حصل ده يا سيد؟ ها؟ اللي حصل ان انت ما رضيتيش تاكلي الجبنه الرومي وكلتي مصطفى. يعني انا بقيت زومبي؟ بقيت زومبي يا سيد؟ انت شايفه ايه يا روحي؟ انا خايفه قوي يا سيد. خايفه من ايه يا ريتاش؟ انا عايز افهم انت خايفه من ايه؟ خايفه احب موضوع اكل البني ادمين ده واكل واحد تاني. ما تخافيش يا حبيبتي، طول ما انا معاكي ما تخافيش. طب اوعدني يا سيد، اوعدني لو جات لي الحاله تاني تضربني وتحبسني. ايه الافوره دي؟ الموضوع كله يعني ان انت خفتي عليا فتعصبتي قمتي واكلاه. ما تكبريش الموضوع يعني. بس انا الصراحه عندي استفسار بسيط. ايه؟ يعني سيبك من ان انت كلت بني ادم، انت ما تقرفتيش تاكليه ني. عارف يا سيد طعمه زي ايه؟ ايه؟ عارف الحاجات النيه اللي طعمها حلو دي؟ زي البسطرمه لما تجيبها من التلاجة، او السوشي. يا ريت مع البني ادم ده كان صويا صوص. والنبي يا سيد خلاص معلش، انا اسفه، حقك عليا، والله العظيم ما كانش قصدي. والله لما تتشقلبي انت عايزاني اصحى من النوم الاقي نفسي متغمس في صويا صوص. ما تبقاش قلبك اسود بقى خلاص يا سيد. طب وحياة ربنا لو فكتني انا مش هاكلك. هو اوبشن اصلا؟ تصبحوا على خير يا ريتاش. يا سيد يا سيد، انت مش هينفع يا سيد وتسيبني كده يا سيد. سيد كفايه زن بقى، عايز انام. طب وحياة امي اول ما تفك لاكون واكله قصتك دي. سيد والله ما كان ليها لازمه يا سيد. معلش برضه يا حبيبتي نطمن، ده انا ركبي كانت بتخبط في بعض. مساء الخير. مساء الخير يا دكتور. فين العيان؟ ايوه انا العيانه. دي العيانه؟ امال انا ابقى ايه؟ يا دكتور هي المدام بس حسب اعراض. ايه ده؟ هي دي المدام؟ اه. انا كان نفسي من زمان اعرف حد مناسب من السويد. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا. معلش بس بستعجل حضرتك شويه لان احنا ورانا مواعيد كتير جدا. لا انا هنا الدكتور وانا عارف هكشف امتى وهعمل كل حاجه امتى. لو سمحت ما تعطلنيش. اتفضل يا دكتور. تمام. لا 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 لا. ده مجنون، انت جايبني عند دكتور مجنون. ايه اللي بتعمله ده يا دكتور؟ بتفصلني ليه؟ مش شايفني بكشف على المريض؟ وانت كده بتكشف عليها؟ طبعا.
انت ما سمعتش عن العلاج بالطاقه؟ سمعت عن العلاج بالاعشاب؟ سمعت برضه. ده بقى العلاج بالغنى. اللي قدامك ده اتغرب كتير قوي ورحت الارجنتين عشان ادرس في معهد الطب الكونسرفتواري. ايوه بس الكونسرفتوار ده في العمرانيه مش في الارجنتين. سمحت انا هنا الدكتور وعارف، ممكن بس ما تفتيش في اي حاجه انت مش عارفها؟ اتفضل يا دكتور. مين يا ست؟ بس بطه قومي امشي. فطار. قومي بدل ما تبقى انت الفطار، قومي يا بطه. بطه حبيبتي بس يا ريتاش سيبيها. الست بعيد عني. نكمل كلامنا بعدين. عايزه تقعدي مع بطه لوحدكم ليه يا ريتاش؟ لا عادي يعني يا سيد. لا مش عادي. بطه دي لو كلتيها يا ريتاج هيجيلك تلبك معوي. انت فهمت غلط والله. لا انا فاهم صح قوي. احنا قلنا قبل كده مش هناكل حد ما بيننا وبينه عيش وملح. انت اهطل يالا ولا ايه ظروفك بجد بقى؟ عشان مش فاهمك. يعني ايه اجيب بني ادم لمراتك عشان تاكله؟ يا ابني انا مش قصدي اي بني ادم، اقصد يعني بني ادم مجرم، بني ادم شرير، حد كده لما يموت الناس ترتاح. ومحدش هيعرف يجيب لنا البني ادم ده غيرك انت يا فخر. ليه بقى اسرع دليفري في مصر؟ طب اجيب لك بقى البني ادم ده كومبو ولا من غير بطاطس وبيبس ولا عايزاه ازاي؟ استغفر الله العظيم يا رب. انا مش عارف ليه انتوا شايفيني كده. انا مش كده خالص يا جماعه، مع ان انا بني ادم محترم واصحابي كلهم محترمين، يعني ما فيش واحد لا في واحد الصراحه خطر جدا يعني. مين الواحد ده؟ قتال قتله كده. يستاهل يعني؟ يستاهل؟ ده يستاهل الحرق مش يستاهل يتاكل. ده بيقتل ستات واطفال ورجاله كبيره وشباب وعمدان اي حاجه بيقتل، عمدان نور بيقتل اي حاجه في وشه. طب انت هتعرف توصل له؟ اه طبعا اعرف اوصل له. ده يعتبر كمان قريبنا من بعيد. مش فاكر يالا سيد الواد اللي قتل وليد ابن عمتك؟ قريبنا من بعيد ازاي يعني؟ هو مش قتل ابن عمتك؟ يبقى قريبنا من بعيد. كباشا النمرود. هو النمرود. وانت عارفه منين؟ ده كان معايا في حضانه واحده اول ما اتولدت. ايوه ما احنا لما كبرنا شويه كان بيجي يلعب معانا تحت البيت. ايوه صح يا سيد، برافو عليك، يبقى انت كده فاكره. ايوه فاكره كويس. كان دايما بيديك على قفاك ويقول لك يا عجينه. انت اسمك عجينه؟ والله كان اسمه عجينه. مين ده؟ ده انا اقسم بالله كنت بديله بالجزمه على قفاه. الله 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 الله، ده ايه النادي العجيب ده؟ وايه ده؟ ده نادي ولا محل جزاره؟ ايه ده؟ ايه اللبس اللي انتوا لابسينه ده؟ ولابسينه ليه اصلا؟ ده لا مؤاخذه لابسينه يعني عشان لما الدم يطرطش ايه؟ ما يبهدلش الدنيا وما يبقاش فيه بصمات. بصمات ايه؟ احنا لابسينه عشان ساعات الدنيا بتمطر هنا في ملعب الباسكت. بصمات ايه؟ طب خلصوني، جايبيننا عشان اقتل مين؟ جايبينك عشان تقتل مين؟ جايبينك عشان تقتل اي حد. اي حد يعني ايه؟ تقتل اي حد. احنا كنا قاعدين زهقانين كده فقلنا نقتل يعني اي حد، نقتل شكري. شكري الحكيم. شكري الحكيم يستاهل الاكل. بس احنا كنا عايزين بس نعرف منك الاسعار، يعني مصنعيتك كام؟ انت عارف السنه دي كله منزل اجوره. طبعا انت جيت على الجرح، وعشان كده انا عامل لكم شويه باقات وعروض هتعجبكم قوي. اول باقه دي باقه السفاح، ودي بتبقى عباره عن قتل رحيم، الميت ما يحسش بحاجه خالص، ودي هتكلفكم 2500 جنيه. طب والباقه التانيه؟ الباقه التانيه دي باقه المجرم. لو القتيل بقى مضايقكم قوي هتبقى تعذيب افضى الى موت. بكام يعني؟ دي ب 5000 جنيه عشان خاطركم. ياه، اسعار القتل نطت قوي كده؟ ده احنا على كده بقالنا كتير ما قتلناش. نطت ايه؟ امال لو سمعتوا عن الباقه الثالثه، الباقه السياحيه. طب ممكن تكلمنا اكتر عن الباقه السياحيه دي؟ دي بقى بناخد القتيل 3 ايام شرم، على 3 ايام دهب، على 3 ايام طابه، بعد كده نرجع بيه على القاهره نعشيه في البرج في المطعم الدائري لغايه لما يدوخ، بعد كده نحدفه من فوق. بكام الباقه دي؟ دي بقى للناس العاديه ب 10000 جنيه، لكن عشان خاطركم ب8 بس. انا هطلع الباقه دي. هتموت مش مهم، بس انا عمري ما هزور الاماكن دي كلها ب 8000 جنيه بس. لا بقول لكم ايه، انتوا شكلكم كده هتقرفوني. امشي يلا عجينه اعمل لي كوبايه شاي. اسمي فخر العرب. امشي عجينه بسرعه. الله. معلش بس بعد اذنك يا باشا، عندي سؤال. اسال. هو انت ليه بتقتل؟ الناس ما بتصعبش عليك؟ بص بقى يا حماده، ما يغركش يعني وسامتي وشياكتي دي. انا لو حكيت لك حكايتي هتبكي بالدموع. بقول لك ايه ما توجعش دماغي، عايز الحق اروح اجيب الدواء لامي العيانه. هو انت والدتك تعبانه؟
الحقيني يا ريتاش. ايه مالك وشك اصفر كده ليه؟ انت شفت عفريت؟ لا شفت زومبي، كلهم بره اتحولوا زومبي. فخر وسمر وبطه اتحولت زومبي. هي بطه لحقت تتحول؟ يبقى اللي على بقك ده ما كانش مربى. انت كلتيها يا ريتاش؟ والله العظيم ما كلتها، انا دقت حته صغيره بس لقيتها طعمها مش تيستي خلاص سبتها. يعني ايه دقتي حته صغيره؟ هي سمبوسك يا ريتاش. افصلي راسه عن جسمي. لا 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 لا، تفصلي ايه؟ تفصلي ايه؟ انا زيكم بالظبط. انا عملت ان انا داخل اكلك عشان احميك يا حمار. خضتنا يا فخر. هل انت ما اتحولتش؟ لا ما اتحولتش، ده انا ربك اللي نجاني يالا يا سيد. بعد ما كلهم اتلموا عليا وزنقوني في زاويه شغلت دماغي بسرعه، قمت عامل ماسك زبادي على وشي و2 صفار بيض ودفست دماغي في طاسه زيت مغلي. طلعت رحت عامل افتكروني زومبي معاهم وسابوني. برافو عليك يا فخر. طب ايه يا جماعه، احنا لازم نسيطر عليه وقبل ما يعدوا حد. ريتاج عندها حق، لازم نقفل كل الابواب لحد ما وليد يسلمنا العلاج. صح. هاتيلي بقى علبه مكياجك الحلوه يا ريتاج كده ونفنش اخونا سيد، نخليه احلى زومبو شافته العين. ماشي، هو بس هيحتاج شويه كونتورنج وهايلايتر. انا الصراحه مش معاكي، انا شايف ان احنا نزود الفلاشر شويه هيدي معانا تيست حلو. فلاشر؟ بلاشر؟ مش مهم الصراحه، انا كل ده مش فارق لي. انا اللي يفرق لي ان الاداء الناس صدقته خلاص، مش مهم بقى الحاجات التانية دي. وريني بقى ادائك هتتكلم ازاي. وريني انت هما بيتكلموا ازاي. هقول لك. طب بص اتكلم زيي بالظبط. ماشي. ايه ده يا ريتاش؟ ده صوتك العادي وانت صاحي من النوم. الصراحه هو عنده حق، فكك منها وركز معايا انا. بص. لا ده كده واحد اهبل. انا مش فارق لي رايكم على فكره، انا كل اللي يهمني الناس الطيبه اللي بره دول اللي اتعاملوا معايا على اني زنبق منهم وخدوني وعشوني وخرجوني وفرجوني على ماتش الاهلي والاسماعيلي وجابوني على هنا معاهم. طب يلا يا جماعه بسرعه نقفل الابواب. تمام عندك حق، خديه بقى جهزيه وشطبيه كده على ما امن انا الدنيا ونخرج انا وهو. انت متاكد ان هو ده المكان؟ بقول لك ايه، ده العنوان اللي جدك كتبه لنا بالجرس، مش عايزين فتي بقى. مش جدك قال بيت مهجور؟ ده ملجأ ده. والنبي يا باشا لو سمحت امرني. انا نسال اي حد. ماشي. امر، انا جاي لك اهو، تحت امرك يا باشا. هو مش كان في بيت مهجور في المنطقه دي من 5 سنين كده؟ ما هو ده كان بيت مهجور، لكن اهل الخير بقى عملوه ملجأ ايتام. اكيد اهل الخير سرقوا الفلوس. انت هاتله بيقول لك اهل الخير، يعني بيعملوا حاجات كويسه. بقول لكم ايه، انا ما بشوفش الا بعناية وما بسمعش الا بوداني، وجدك مدينا الخريطه. تعالى نخش الملجأ جوه نشوف الخريطه دي هتودينا لانهي اوضه بالظبط، نعرف الفلوس فين ناخدها ونطير على طول. يعني بدل ما نخش على عيال الايتام بلعب وهدايا نخش نقلب الايتام يا فخر. انت ايه يا اخي؟ انت ايه يا اخي؟ ما عندكش قلب؟ مين حضرتك وعايز ايه؟ هو الفضول مموتني، بس عايز اعرف هو في ايه بالظبط. يعني انتوا فعلا هتاخدوا الفلوس؟ طب اقول لك على حاجه، احنا دلوقتي في الحلقه ال27، ممكن لو فعلا الفضول متملك منك قوي تكمل معانا اخر 3 حلقات وتعرف. مفيش مشكله، انا موافق. اتفضل يا بيه، اتفضل على مكتبك. هنهزر يا جماعه دلوقتي في مشكله، هنخش الملجأ ده ازاي؟ هي مشكله فعلا، اصل اللي بيخشوا جوه يا اما اللي شغالين في الملجأ يا اما عيال صغار. يا أبلة حليمة يا أبلة حليمة يا أبلة حليمة. في ايه؟ في ايه يا بنتي؟ اي ماما. يا فندم لقينا بره اطفال حالتهم غريبه جدا. غريبه ازاي يا حليمه؟ انت عشان لسه جديده ما تعرفيش، احنا عدى علينا هنا حالات في منتهى الغرابه اتخرجوا من الملجأ. زي مين كده يا فندم؟ انا خريج الملجأ، فضلت اذاكر لغايه لما بقيت المدير. برافو عليك يا فندم، برافو عليك يا حليمه. فين بقى الحالات الغريبه دي؟ ادخلهم يا فندم؟ خليهم يا حبيبتي. اتفضلوا. اهلا بالحلوين، اهلا بالتعمين، اهلا بالحلوين. ها يا حليمه، فين بقى الاطفال؟ ما هم دول الاطفال يا فندم. دول اطفال؟ ازاي بس؟ استحاله يكونوا اطفال، ده فيهم واحد بشنب. وبعدين ايه النضاره الغريبه دي؟
ايه اللي انت لابسه ده؟ لابسها ليه النضاره دي؟ عشان طفل الغلابه. عندي فكره، انا هخش الهيه لحد ما تجيبوا الخريطه. ماشي خش يا تكتك. طب مين بقى اللي مألفها؟ ديزني؟ معرفوش. لا ده اكيد سارقها مني. منين ده؟ اكيد من عيله كبيره ولا من الاقاليم. ها؟ طب مع السلامه يا فندم، مع السلامه. سعد يا فندم، سعد يا بابا، مالك يا حبيبتي؟ سعد ليه؟ عمو ايه؟ شفت انا تايهه ازاي؟ تايهه ازاي؟ انا هقول لك، شفت البريه كانت ويايا، اديتها لصاحبي قال لي هرجعها، خدها وضيعها، وانا قلت لبابا. طب بابا فين؟ بابا مات. لا ما تعيطيش، قطعتي قلبي. انت العنبر بتاعك فين اوصلك؟ برضه كان هناك كده. هناك؟ طب لو مش متاكده ابعتي لي. بيتك يخرب بيتك، ايه اللي انت عملته ده؟ عشان نعرف نعدي. نعرف نعدي ايه؟ ما احنا كنا عدينا، انت اللي رجعتنا. لا اله الا الله، ده نفسي يا ابني، قتلت نفسي كده. اتاكد النغمه عليه. مش عارف وريني كده. بقول لكم ايه، انا مش عايز وش، خلاص انتوا ورطونا، يلا بينا. يلا. يخرب بيتك يخرب بيتك. ما شفتهاش. ايدي اطول من المبنى. خلاص. انت حطيت البتاعه دي في انهي دولاب؟ بصوا عشان ما تتعبوش نفسكم في التدوير بقى، هي مش هتخرج عن ال70 صندوق دول. نهار اسود. طب خلاص احنا لازم ندور في كل اللوكرز. بقول لك ايه، هتيجي هنا تتكلمي لي انجليزي وتعملي اذكياء انت وجوزك، اطلعوا بره. انا هفتح كل الدواليب دي. ما هو دواليب يعني لوكرز. مش لوكر ده بسكوت. انا اسف. طب يلا. افتحوا بالاتنين. ماشي. عشان نلاقيها بسرعه. اهي خريطه اهي. الله، تسلم ايدك يا ريتاج. طب يلا. هو انت مين؟ أنا الأمير عيد من ولاية كايروكي. وعايز ايه يا الامير عيد؟ عايز أعرف إيه اللي حصل. انا هقول لك ايه اللي حصل. للاسف انا اتورطت في مؤامره دنيئه مع الساحره الشريره، واكلنا سنو وايت التفاحه اللي في ايديها دي. اول ما اكلتها وقعت مغمى عليها، وعشان تصحى محتاجه اغنيه. لا، محتاجه انتنال. اسمع كلامي، محتاجه اغنيه. لو عايز تقومها غني لها اغنيه، بس لازم صوتك يكون مليان حنيه. سيب لي الطلعه دي. كان يا مكان، كان في زمان بنات كتير تكرش عليا وتحب فيا وأمامير. كان في رهام، كان في سهام، كانوا يبعتولي وانا ما ردش، ودي عادة طين. كانت عينيهم تبكي عليا، دلوقتي راحوا وقالوا انسى، احنا اتخطبنا يا حزين وبقيت سنجل وانا لسه ما صحيتش. قولي لي يا شجره اعمل ايه؟ انت شايف ايه؟ هتقوم ازاي باللي انت بتغنيه ده؟ دليني يا شجرتي. انت بتسالني انا؟ اسال. سألتك انت كتير، مرستش يوم على بر، شايفاني يا اختي امير ولا شايفاني جعر؟ قد المقام ولا واد مش تمام ولا ايه؟ برضه ما قامتش يا شجرتي. كويس انها ما قامتش، كان زمان كنتوا الاتنين السنه الجايه في شيخ الحاره. ليه؟ هو انا قلت لها الطحال مش مهم؟ سيب لي انا الطلعه دي، انا هقول لها حاجه عمرها ما جلت. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه بتبدا من 149 جنيه
و99 قرش.